اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جامده جدا من بودكاست فايق ورايق. هو علم من اعلام الستاند اب كوميدي يا ساده. 660 حلقه تضربهم في 16 سنه بعدد دقائق وساعات لا حصر له ولا حصر لها على الاطلاق. معلم الشغلانه واللي اتعلم على ايده ناس كتير وخرجهم ليها، انه علي قنديل. حلوه مساء الجمال. الله اكبر. الله اكبر. اخبارك ايه؟ شفت لما تاريخك اتفرش قدامك كده؟ انا اتخضيت والله العظيم بجد. منور الدنيا علي. والله ده نورك. وعايز اقول لك ان انا بقالي كتير قوي نفسي اجي عندك. احلف بالله والله العظيم 3. اصل انا بقى في ناس تقول لك احنا بنصلي استخاره عشان نيجي عندك، وحاسس ان انا ليه؟ سلطان حاسسني ان انا شطان الحلقه اللي فاتت. لا ده انا كنت بتكلم مع قولوا لابراهيم والنبي ان انا بحبه قوي، وان احنا جيل واحد ومعاناه واحده وتفاصيل. أيوه. وقولوا له والنبي ان انا عايز اروح معاه في البرنامج. يا نهار ابيض قوي ان انا معاك النهارده. ده هذا شرف عظيم لينا. انت منور الدنيا يا علي. علي انت سكر يعني، دم خفيف وحضور سريع وعايز اقول لك انه يعني انا بكلمك عني انا بشكل شخصي. الواحد بيستمتع بالفيديوهات بتاعتك، بيستمتع بالابتسامه الحلوه اللي انت بتقولها، خاصه كمان ان انت على قديمه. يعني جايب الحاجات بتاعت جيلنا. ايوه. ما اعرفش ازاي بقى عرفت توصل للجين زي. انا ما اعرفش، دي اكيد محتاجه شغل ودراسه. مش بالظبط يعني. هو برضو بيبقى اصل في جزء من اللي انت بتقدمه يا اما ليه علاقه بالارضيه المشتركه. انا لو اتكلمت في الثمانينات سوبر ماريو والنحله والحجله والكلام ده، انت هتقطع طبعا على اللي انا بقوله 100%. لكن لو عرفت تقوله بطريقه فيها ان انت بتسلم المعلومه من باب المقارنه. برافو عليك. جين زي بيقول لك ايه ده يعني لما تقول لهم مثلا كان عندنا حاجه اسمها دش زمان. والدش فاكر انت طبعا مغامرات الدش ويتظبط ويتفرق دمه بين القبائل. واحد عند التلفزيون، واحد عند المدخل، واحد فوق متشعلق في الماسوره وبتاع. فهو مش فاهم طبعا الكلام ده. وتقول له بقى ان الاريال ده كان شبه السخان الكهرباء او الشوايه الكهرباء. عشان بس المذيع وشها يتظبط وتقول لنا ظهور وزهرات الاسره نلتف حول الشاشه اللي هو نص العيله مش هتتفرج مثلا. فاهم؟ فده بالنسبه له اللي هو مش مستوعب ان احنا عدينا من ده. حاجات كتير والله احنا عندنا حاجات. احنا برضو غلابه قوي. احنا بص انا عندي دايما فكره بقولها عن جيل الثمانينات ده، ان احنا نجونا. احنا اخر جيل كان عنده حاجه اسمها عيب. صح تمام. دلوقتي العيب ده مش واصول طبعا. تمام. والاصول دي رغم ما فيها من تناحر يعني، الا ان هتتزنق هتوصل لها في عركه، في فرح، في عزا، في اي حاجه. لا دلوقتي العيب بقى اونلاين، بقى لايف. ده بالنسبه لنا يعني هل تتخيل ان الحاجات اللي بتحصل على تيك توك دي كان ممكن تحصل في الثمانينات؟ ان حد ينزل في الشارع يجي يصلي معانا الجمعه كده وهو الصبح بالليل كان لايف هو ومراته وبيكبسوا. مستحيل تتخيل المنظر، مستحيل. دلوقتي في حاجه، لان ال50 سنه الاخيره التطور اللي نط فيها ده اضعاف اللي كان بيحصل زمان. احنا كان بالنسبه لنا لو شفنا راجل ما اعرفش تفسير البيجر. فاكر البيجر بتاع اللي كان بيتحط هنا ده، يقول لك يرن جنبه كده البيجرات، ما تعرفش. لا اللي كانت مش عارف اسمه البيجر ولا رقم او رقمين بس. فيرن. هو بيرن بس، فهو بيبقى عارف انه في حد يكلمه، في حد في البيت عايزه. اوكي. فده بقى كان يعني اعظم رجل اعمال هو اللي يبقى معاه. ايوه احنا كان عندنا واحد بس في كفر الشيخ اللي معاه البتاع ده، وكان مسميه النداهه. النداهه الذكر. والله كان اسمه عزت مثلا. يعني انت متخيل يعني. ايوه. خليني اسالك سؤال مهم جدا اللي من غيره ما تبقاش الحلقه. يعني انت عارف احنا في حاجات بتبقى اساسات في الحلقه يعني. بص انا متابع كويس قوي، بس انتوا كل مره بنغير. في نكهه مختلفه. بس السؤال ده مختلف. ايه اللي بتعمله خليك فايق ورايق. طبعا. انا اقول لك على حاجه، مع كامل احترامي لكل الضيوف، انا بستغرب ان هم بيستغربوا السؤال. صراحه يعني لو انتوا ما اتفرجتوش على ولا حلقه يعني. ايوه. اكتر حاجه بتخليني فايق ورايق طبعا التفاح الاخضر رقم 1. يخليك فايق ولا رايق؟ بص فايق. التفاح الاخضر. رايق اول ركعه، اول ركوع. ماشي. ده اللي عارف انت الاسترتشايه بتاعت اول ركوع دي. ايوه. بتاعت الصبح. دي اللي هي بتروق بقى. حلو دي كده بقى خلاص انت رقت كده خلاص. وتلاقي نفسك النفس بدأ يتظبط ويا سلام بقى لو عرفت السكون يبقى في جسمك كده. في حته ثانيه دلوقتي اللي هو اعملوا اللي تعملوه خلاص، هي مرضيه كده بدأت كده. فعشان كده بحس بالذنب جدا في اليوم اللي ما صليش فيه اول ما اصحى. لماذا التفاح الاخضر؟ التفاح الاخضر اتمنى ان المعلومه دي تكون صحيحه. ماشي. بس انا لما سمعتها نفذتها وجابت معايا، فمش عايز ادعبس فيها. بصراحه. طب قول. قريت في مره ان هو يعادل التفاحه الخضراء تعادل 3 كوبايات قهوه. ماشي. فبتفوق جدا. ماشي. جربتها لقيت نفسي فوق، قلت خلاص.
اكذوبه بقى مش اكذوبه، وانا بتاع الثمانينات احنا كنا بنتصل ب4 ساعات نكلم الشيطان، فخلاص قشطه يعني. مش وقت، يلا بوس ايدك وشدار وكمل بقى، هتعمل ايه؟ صحيح مش جابت نتيجه؟ جابت نتيجه خلاص. وانا اصلا اول مره اسمع المعلومه اللي انت بتقولها دي. لا فرق معايا جدا خلاص كويس، مبروك. مبروك. ف... نسال سؤال يا جماعه للناس وهم يجاوبونا في الكومنتات يعني، يا ريت يعني. هل فعلا التفاحه الخضراء تعادل كم؟ معرفش، مش مهم. معرف 3 كوبايات قهوه بس بتصحيني. والنبي بتلعب في الموتور ده عشان ده اللي بيفوق اليوم. الله يخليك. خليها ماشيه كده برضا الوالدين والتفاح الاخضر يعني. طيب نخش بقى على البدايات. اللي انا لسه فيها. لا والله لسه لا فيها. مش بتكلم على بداياتك انت في مش بتكلم على بدايات الستاند اب كوميدي. انا أوكي. بتكلم على وانت بقى طفل صغنن. وما زلت برضه. لا ما هنهزر بقى. انا مزعج جدا في موضوع اصحابي بيتعبوا مني والله. ساعات ببقى طفل جدا لسه محتفظ بنفس جاهدا. بتعملها ازاي؟ ما بستناش حاجه. بمعنى ان يمكن ده حتى بيصب كمان في شغلي. انا مش منتظر حاجه. انا اللي انا عايزه ان احس ان انا مرتاح، واحس ان انا متصالح مع الدنيا، مش مسببه لي ازمه. انا ما بحبش الشكوى من الدنيا على طول دي. ما بحترمهاش. خلقنا الانسان في كبد، انتهينا. فما مش هنقعد كل شويه نخترع العجله وبتاع. صحيح. فممكن الاقي نفسي مثلا بقالي فتره كذا شهر ما بلعبش خالص. انا عرفت البلاي ستيشن مثلا وانا عندي 39 سنه، من سنتين. مش تعرفه قبل كده؟ لا ايام اليابانيه يعني. فاكر ايام اليابانيه وايام اورتيجا وبتاع، وكان اللعيب بيجري زي التاكسي شمال ده كده احنا كنا كده في المدرسه في ثانوي. ايوه بالظبط. كنا اولى او ثانيه ثانوي. أيوة. وبعدين ظهرت المصريه. أيوة. اللعبه كانت بطيئه جدا، فانا زهقت وسبت البلاي ستيشن خالص فعلا. رحت بقى للتنس الطاوله والبلياردو والكلام ده الحاجات اللي كنت بلعبها يعني. أيوة. اشتريت بلاي ستيشن من سنه ونص تقريبا. ماشي. وماليش في الفيفا خالص. انا اعرف ان هو المثلث بينيه والمربع بيشوط، والدايره دي لو معاك الكره بترفعها فوق، ولو انت معكش الكره تاكلينج، والاكس بيباص. نسيت. لا عارف الحاجات دي يعني، اللي هو انت فاكره بس نسيت طريقه اللعب لا ماليش بقى في التشكيلات ونقعد ساعه نعمل خطه وبتاع. يا جماعه مش احنا داخلين نلعب. احنا عندنا خطه ليه؟ احنا مش هيحصل. مش كله بيجري. ولو اصروا اصحابي ان احنا نلعب اقول لهم خلاص. طب بتلعب ايه بقى؟ بلعب مثلا فار كراي، بحبها جدا. ماشي. جوست اوف تسوشيما، بحب الالعاب اللي فيها. بيقولوا بقى في اللي هي اللي بعديها دي، اللي هي في جوست اوف حاجه تانية بعد تاشيما دي، في حاجه تانية طلعت جديده نزلت. والله نزلت. انا عامل ان هم يقولوا لي ضغطت على اكس كده في حته، قالوا لي لما تنزل هنكلمك. محدش قال لي. اجيبها لك انا بجد والله. والله. طب حلو. بحب الحاجات دي قوي. عايز افتكر لك اسمها بس عرفت انها نزلت يعني. بيقولوا جي تي اي برضو كنت بس جي تي اي بحس انها بتخاطب فيا حاجه مش نظيفه كده. والله جي تي اي بحس ان انا شغل السرقه، انك تسرق وتسرق عربيات وتضرب الناس وبلطج عليهم، وقتل غير مبرر وعمال على بطال، وهروب من البوليس سهل يعني جو كده. انت كل الحاجات اللي بتعملها حاجات في منتهى القذاره. بس انت عارف اللي انت بتقوله ده صح. في العاب فعلا يعني من كتر خطورتها هي ممكن تتسلل لدماغك. أيوة. والعقلك تدفعك دفع ما لو انت عندك حته مش متزنه ممكن تقلب الدنيا. فكرتني بمره كان ايام جي تي اي 2. ماشي. ايام ما كانت بتبقى الكاميرا من فوق كده وتتحرك وبتاع. وكان ينفع تحط بلاي ليست في فايل كده في اللعبه كانت فايلز فولدرز كده. فبتحط وكان ساعتها الالبوم بتاع محمد فؤاد قلبي اللي حبك ومش عارف ايه وحاجات كده. ففي مره بنلعب على الكمبيوتر، فامي شافتنا بنلعب وانا واخويا، وبعدين بقول له لا هنسرق البنك الاول وبعدين. فهي كل ما تعدي تسمع حاجه جريمه، ما بتسمعش كلام عادي يعني، واقتله وهيضربك وبتاع. فجابتنا كده بعد ما خلصنا لعب خالص، قالت يا ولاد تعالوا، وقعدت قدامنا كده. قالت هي اللعبه دي عباره عن ايه؟ فقلنا لها مجرم قالت لي مبدئيا مجرم. اوكي بيعمل ايه المجرم ده بقى؟ قلت لها بيقتل وبيسرق ده معناه ان احنا بنستمتع بايه؟ ايه الحاجات اللي انتوا بتعملوها ممتعه بالنسبه لكم دلوقتي؟ فانا وقنديل اخويا بصينا لبعض ان احنا بنلعب. قالت لا انتوا بتمارسوا الرذيله والاجرام في شكل لعبه. صح. فحاولوا تشوفوا لعبه مختلفه. صح. طبعا صباح الفل خبينا اللعبه وخلاص. وطلعنا. صدق انا اقتنعت. انا قلت ايه ده انتوا هتقتنعوا بقى فعلا لا ما اقتنعناش قوي بصراحه والله. مع ان كلامه مقنع جدا جدا. بس يمكن على السن ده ما كانش مقنع يعني، على سنك وقتها ولا ده كان قريب؟ لا الكلام ده كان جي تي اي 2 دي كنا في اولى جامعه ثالثه ثانوي حاجه كده. وكان كانت هوجه كمان، كانت طالعه مقتنع بكلام امي.
بس بننفذه او بنتيقن منه بعد فتره طويله جدا. صح. يعني صح. امي دايما بالنسبه لي هي الترمومتر اللي هي بتشوف اي حد معايا فيها شيء الهي كده، وهي ست بتاعت ربنا جدا، شفافه، ما بتقولش حاجه وحشه عن الشخص، بس تقول انا مش مرتاحه له. ايوه. والناس كل الناس بلا استثناء اللي امي قالت عليهم مش مرتاحه، يا سرقوني يعوروني في وش، يعني بص بهدلوني. والله العظيم، والله العظيم. لا السنسور بتاع في شفافيه كده ما بينها وبين ربنا، فتقول لك ده مش مريح، مش مريح. فبقيت دلوقتي اي حد يخش حياتي تاخده من قفاه كده زي المخبرين، خد تعالى بوس ايد امي. ايه ينفع؟ ده جهاز كشف الكذب لو ده. صفرت خلاص لا امشي، يلا ما انتش قاعد معانا. ايوه. سرقوك؟ كتير. انا اتسرقت كتير جدا والله. انا من صغري بيتي مفتوح اصلا، عايش لوحدي بقالي 20 سنه او 22 سنه. وفي اوقات كان البيت عندي فيه 18 نسخه من المفتاح، يعني في ناس سرقت حتى البوكسرات. ينفع نقول كده عادي ولا؟ عادي والله عادي. كلمه بوكسرات، مش ان هم سرقوا، لا الاثنين. الاثنين عادي. لا ده حصل كتير قوي. بس انا اول مره اشوف حد بيتسرق بوكسراته، يعني تخيل هدومه. تخيل ليه؟ والله. وبعدين انا فاكر لقطه كده، ان مثلا نبقى في الشغل او حاجه وفي حد قاعد معايا في البيت. في ناس كانت بتيجي تقعد عندي في البيت مثلا خميس وجمعه. خميس وجمعه دي بتقعد مثلا 4 شهور. ماشي. ويعدي علينا شم نسيم وعيد كبير وهو قاعدين ما بيروحش لاهله. امال ايه؟ ونبقى في شغل او كده فيوطي يجيب حاجه، فالمح غصب عني البوكسر ده بتاعي. طب ما هو ممكن يكون سلفه منك ولا حاجه. طب مش يستأذن يعني؟ اللي مش بيستلف ده بيقول لك بعد اذنك يا عميمه معاك 200 جنيه مثلا. مش بيقولها. أيوة. بينطق. ايوه. هو عنده الجرأه انه يجي يقول لي معلش يا بعدين هاخد الكلوت، يعني هيعمل كده؟ ده كلام يعني؟ ما ينفعش يعني الكلام ده. فكره اصلا انت تلبس ملابس داخليه بتاعت واحد تاني وذكر او انثى، الاثنين مش هينفع، فاهم؟ مش مفهومه يعني. ما كانش عندنا كده. هل واجهته؟ طبعا والله. والله كنت هقلعه في الشارع. قال لي عادي يعني. انا قلت عادي، ما هو في الدولاب. في الدولاب دي بيتكلموا كانه ايه على التسريحه او يعني او على باب الشقه يعني. ايوه ما هو في الدولاب ده بيتفتح يا باشا، وحاجات انا مرتبها. وفي حاجات تانية اتسرقت فيها غير فلوس طبعا اتسرقت كتير. في البيت برضو من البيت. في البيت ولا من اللي بيديروا لك شغلك؟ لا الحمد لله كل اللي اشتغلوا معايا حتى الان، يعني اقصى حاجه ان هو يبقى مثلا مش شاطر شويه، ودي ما عنديش مغفوره مشكله. عادي. ما انا برضو بعك في شغلي عادي. مش مشكله. لكن لا فلوس طبعا دي حصلت كتير قوي قوي. هل كنت طفل شقي؟ ده سؤال احتار فيه العلماء بقى بصراحه. لا ليه؟ سهل جدا. انا كانوا مسميني الشيخ انت هتعترف. ده انا هقول لك حاجات بلاوي دلوقتي، انا مستني بس افتكر. بس هي الطريقه بتاعت الاعتراف مش عارف انت بس قاعد واخد حذرك. واخد حذري. ارجع لورا. لا خالص. ارجع لورا ارجع لورا كده. ايوه. افرد ايديك الاثنين كده. رجليك بقى افردهم. ايوه. هل كنت نص فرخه ولا انا مش هتمسجوني هنا ولا ايه؟ هو ده وضع الاعتراف. ده وضع بقى الاعتراف والاحساس بان كل حاجه سهله في الدنيا. ما كل حاجه سهله. فهل كنت طفل شقي؟ في سنه لا في ثانيه ثانوي. تمام. لا مش في ثانيه ثانوي، استنى. بص كانوا مسميني الشيخ علي في الاول، ما كنتش بعيط خالص. الشيخ علي. ماشي. يحطوني في اي مكان ويسيبوني ولا بعيط ولا واق ولا بتاع ولا الكلام ده خالص، وبيتمنوا الاطفال كلها تبقى زي الشيخ علي. ماشي. وانا اول حفيد في عيله ابويا. فبالنسبه لهم رمز كبير ان اول حفيد وولد وبتاع. وانا جدتي فلاحه الله يرحمها ست زينب وبتاع. فعند مثلا ثالثه ابتدائي. بص انا في اولى وثانيه كنت في مدرسه اسمها الصبح سعد بن ابي وقاص، وبعد الظهر سعد زغلول. اسمها الصبح سعد بن ابي وقاص. ايوه. وبعد الظهر اسمها سعد زغلول. لا حول ولا قوه الا بالله. هي نفس الدكه وهي نفس السبوره ونفس كل حاجه. فترتين، فتره صباحيه وفتره مسائيه. واللي في سعد بن ابي وقاص بيتخانق مع اللي بتاع سعد زغلول ان دي احلى. لو النبي. وانتماء وطني غير مبرر لنفس الدكه، وكلنا بنكتب على الدكه، وكل البلاوي دي موجوده هنا. تمام. دي اللي الغوريلا دخلت فيها واحنا في كفر الشيخ في سنه ثانيه. اللي ايه يا فندم؟ انا حكيتها في حفله طفل. طبعا انا ما شفتهاش دي يا معلم. انا رايح المدرسه الصبح. وانا كنت عيل شعري على جنب جدا وغلوبه، وكانوا مسميني ماجايفر، شبه ماجايفر اللي كان بيجي واحنا صغيرين. ماشي. تمام. وده كان حاجه وحشه ان انا ابقى في كفر الشيخ في منطقه شعبيه وشبه ممثل اجنبي. ده معناه ان انا هفق عشان نبقى واضحين. مش حاجه حلوه يعني. تمام. وان انا مشكوك في ذكورتي اصلا. لا ما تقولش على نفسك كده، انت حد جميل بالنسبه لهم. مش ماشي. دلوقتي انا خلاص تخلصت منها دي. فرايح المدرسه. بدخل كده على الشارع لقيت المدرسه كلها بتجري وبصالي. انا الوحيد اللي رايح في الاتجاه ده. انت اللي رايح في الاتجاه بتاع المدرسه. فالطبيعي لما بتلاقي جمع بيجري تجاهك
ما بتفكرش، انت بتجري معاهم وبعدين نسال الصبح بقى نشوف ايه. ايه صح، برافو عليك. بس بسمع العيال وانا بجري ان في الغوريلا دخلت المدرسه، الغوريلا جوه. فانا بالنسبه لي وانا كنت طفل متحوط عليه قوي، ما كناش بنتعامل مع حد غير الجيران بالكتير والاهل والاقارب وكده. غوريلا الفضول بقى، غوريلا ايه اللي بنشوفها في موقف الطرائف والحاجات دي موجوده في كفر الشيخ. طب انا عايز اروح اشوف واسعاف بقى ومطافي، وما اعرفش مطافي ليه في الغوريلا بس يعني فبعد شويه لما بدانا نتشجع ونقرب من باب المدرسه، عرفنا والله العظيم يا ابراهيم زي ما بقول لك كده، عرفنا ان الست الفاضله اللي داخله تنظف الحمامات قبل ما بتوع سعد بن ابي وقاص يدخلوا، زميلتها تقريبا او حاجه حاطه الجلابيه السوداء بتاعتها على باب الحمام. والله العظيم 3 وحياه امي اللي محيت غرضها عليا، حاطه البتاع الجلابيه السوداء دي كده. فالتانيه داخله شافتها، غوريلا دي ولا ايه؟ غوريلا المدرسه كلها بتجري. احلف بالله والله العظيم 3. ومفيش اصلا موضوع ما غوريلا ايه اللي هتروح كفر الشيخ؟ ده هتركب 3 مواصلات عشان تروح كفر الشيخ. دي غوريلا ايه؟ انا اللي جه في بالي اللي هي الغوريلا اللي هي اللي بيلبسوها دي، بتيجي في البتاع لا اتخدعت منها. دي حداثه، دي حداثه، ما كانش عندنا الكلام ده. ما كانش فيه كمان، ما كانش فيه الكلام ده. احنا يوم ما شفنا واحد واقف على عصايتين طوال ده بالنسبه لنا الله اكبر ما شاء الله، ايه ده في ايه يعني؟ ده احنا تمانينات تليفون ارضي وقصه. أيوة. يعني الكلام ده بالنسبه لنا غريب. انا قلت لك هتحط لي طباشير عشان اقعد افكر. لا قول انا كنت شاي ولا لا؟ انا كنت مرتبط جدا بالنار. بالايه؟ النار اللي هي يعني ايه؟ يعني مثلا فاكر مواقف طرائف وحاجات هجيبها لكم من كل العالم وبتاع جلال علام وكده. طبعا. فاكر عربيات السباق؟ مش كانت بتطلع نار من ورا؟ ايوه. اشمعنى العربيات بتاعتنا ما بتطلعش نار من ورا؟ انا راضي ذمتك، ما احنا عايزين نفهم ايه الحكايه. فعملت ايه؟ جوز عمتي الله يرحمك عم محمد كان راجع من اليمن، ماشي، وجاب لي هديه عربيه بريموت كنترول. ماشي. ريموت كنترول وقتها ده كان اختراع. انت بتتحكم في العربيه. فاهم ان انت تعمل يمين فالعربيه تروح يمين، تطلع لقدام وترجع ورا وبتاع. فدي بالنسبه لنا فانت جبار. ده حاجه، وعربيه كبيره وانا طفل، عربيه كبيره مثلا بتاع 70 سم ولا حاجه، بس ما بتطلعش نار. عربيه سباق ما بتطلعش نار. جبت الكبريت وقعدت ايه؟ ادفس الكبريت. يعني هم دخلوا ناموا، العربيه لسه واصله وسابوا العربيه على الترابيزه ودخلوا ناموا. ينفع الكلام ده؟ لا ما ينفعش طبعا. وفي طفل مجنون في البيت. بس انت الشيخ علي كنت بقى خلاص بقى ده وقت الرضاعه والعياط والكلام الفارغ ده. بس استكشاف بقى. يعني قنديل اخويا كان بيكسر الاجهزه عشان يعرف من جوه ايه اللي بيحصل. وانا كنت بجيب عيش وابله واحطه في التلفزيون عشان عادل امام ياكل. انا كنت فاكره جوه. والله لا، مره جبت بقسماط وقعدت ادهنه كده بتاع رصاصي بالقلم الرصاص عشان اسماعيل ياسين بالله بيدوسه دي يعرف ياكله، لان هو لو ملون مش هيعرف ياكل. هي دي الشقاوه بتاعتي. مش تقول هو انت منهم؟ انا مختل جدا بس ما بيبانش عليا يعني، فاهم؟ يعني لما بتكلم لغه عربيه فصحى الناس ما بتتخيلش ان انا. اسالك سؤال، اشمعنى عادل امام اللي عايز تاكله؟ كان بيجي كتير. فهو يعني فانت احساسك ان هو كان بيجي كتير فقاعد جوه. بحبه فلازم ياكل. ايوه يا عم، الفيلم شغال بقاله ساعه وربع ما شفناش بيحط لقمه في بقه. عايزه ياكل. ما انا برضو متخيل التلفزيون بتاعنا كان قد غسالة الاطباق كده زمان. ايوه وبكره وزراير وتيك تيك وفي خشب من فوق كده، وفي خشب من فوق، وساعات الناس بتعمل له طاقه كده بالخشب برضو وبتاع، والراجل عمال بيمثل وما محدش بياكله. وبعدها بيجي اعلانات اكل. طب هو ليه ما جبتوش الاعلان وهو شغال؟ يعني حد يعدي يعني الموديل اللي في الاعلان ليه ما دخلش اكله؟ يقول له اتفضل يا استاذ عادل بريك مثلا او حاجه. مفيش الكلام ده. لا احنا مسافرين. فكنت بولع في العربيه اجيب الكبريت. بحكي لي بقى موضوع اسماعيل ياسين. مش ما احنا اسماعيل ياسين انا كنت بحبه جدا وانا صغير. لما كبرت ما بقتش بحبه خالص يعني، بقى بالنسبه لي مزعج والله. جدا. مين ما يحبش اسماعيل ياسين؟ لا كلنا بنحب اسماعيل ياسين. بس لما كبرت بقى بالنسبه لي مزعج، لان هو عامل زي الاحتلال كده، ما بيديش فرصه لحد انه يعمل اي حاجه. كتير حركه كتير ولما حد يكون بيمثل قدامه او بيقول حاجه هو طول الوقت بيسرق الكاميرا بشكل زياده. هو سر نجاح اسماعيل ياسين او احد اسرار نجاحه طبعا اسماعيل ياسين. ان هو في الوقت اللي الناس كلها مهتمه جدا بالاناقه والتهذيب وسعيده وبتاع، هو طلع قال لك دول وبتاع، فبقى فرجه بقى مش فرجه، كاركتر. ومشي بيها فتره طويله جدا. ماشي. او طول حياته يعني. اصلا بحب اسماعيل ياسين في الاسطول، اسماعيل ياسين في على عيني وعلى راسي. بس بالنسبه لي مثلا اللي حبيته وانا صغير لحد النهارده الله يرحمه عبد المنعم ابراهيم مثلا. عسل برضه. فاهم الفكره؟ ماشي. متزن وكاركتر برضه وكل حاجه. ماشي. فنرجع للعربيه.
نرجع بقى للعربيه بقى. حطيت فيها عواد كبريت كتير جدا وولعت فيه في اول كبريت ده، وحركت الريموت عشان العربيه تلف في المكتبه بتاعت ابويا اللي كلها كليم وكتب وقواميس. يا نهارك ابيض يا علي. والكليم ده بيولع انت لو درجه حرارتك عاليه كل سنه وانت طيب هو هيولع الكليم ده. تمام. فولعت الدنيا. الكلام ده مثلا الساعه 5 الفجر او حاجه، هم نايمين جوه. احلف بالله. والله العظيم ولعت الاوضه بتاعت مكتبه ابويا، ومكتبه ابويا كان فيها مثلا 2000 عشان كتاب. تحط بتاع في الامباليه في العربيه. عشان تعمل كده تطلع نار وتجري تخمس كده في البتاع. فانا اتخضيت بقى. كمل. اتخضيت بقى. ايه النار دي وبتاع، وانا اللي شاغلني العربيه باظت. ما طبعا الكتب والكلام ده ما كنتش لسه مقدر اهميتها خالص يعني. فرحت في حريقه صارت في البيت. في حريقه بقى خلاص. الكليم بقى بيطلع كده على الحيطه، واحنا في كارثه. فرحت المطبخ، جبت كوبايه كبيره كده مليتها ميه، وباشا عزت ابو عوف بيتمشى في البيت بكل هدوء ولا كأن الدنيا بتولع. فبدات تعمل تس، فالصوت عجبني، فبقيت بروح بسرعه اجيب ميه عشان اسمع التس، مش عشان وفي حاجات بتولع جنبي، بس العربيه انا عايز انقذها، عايز انقذ العربيه، لحد ما امي صحت من الدخان، شدتني كده اطلع بره، وبدات تطفي الدنيا وكده، وبداوا يقعدوا بقى معايا يشوفوا هو ايه انا ليه ما عنديش ابعاد للي بيحصل. يعني انت بتولع بهدوء جدا كده. انت دلوقتي بتولع في عربيه كان عندها 5 سنين مثلا 6 سنين، ماشي. بتولع في عربيه عشان توصل لايه؟ علشان تعمل زي موقف طرائف. اوكي انت متخلف. طيب هنعمل ايه؟ واحد الكبير طلع متخلف. اوكي طيب بص يا علي، بعد كده تعمل احتماليه ان اللي انت بتعمله ده ممكن يبوظ. فلو حصل مثلا العربيه جريت منك او حاجه هتروح فين؟ فانا ما عنديش رد للحكايه. انت ما ترقعتش قلمين؟ لا في دي لا. احلف بالله. لا في دي لا. في حاجه تانية. والله العظيم في حاجه تانية مش ترقعت قلمين. كان زمان وشي اليمين بيسلم على الشمال رايح جاي مقضيها الله حي. لا ما حصلش في اليوم ده خالص. انا كنت صغير برضو مش فاهم حاجه. لا ما فيش يا باشا، احنا ما عندنا. كان ابويا طلع الحزام كان روقني. لا ما انا ابويا عمل كده كتير. ابويا كان ابويا معاه الميداليه الذهبيه في ضربي في الحاجات دي. حزام. الحزام الحزام ده طبعا اقسم بالله كنت اشوف الحزام ده اتحط فوق ترابيزه السفره وابويا راجع. ايوه ليله اللي خلفوني مش باين لها. طبعا ده انت صباح. يعني موضوع مرعب ان انت تشوف الجهاز او الاداه او السلاح اللي بيستخدم في ضربك. ايوه. كنت تعمل ايه لما يتحط الحزام على لا ابويا ما كانش بيحط الحزام، ما كانش بيمهد والله. انت بتعرف ان ابوك جه من الحزام الاول، يعني الحزام ينزل فتكتشف ان بابا جه. ما كانش يعمل لك تمهيد؟ لا خالص. بس انا برضو كنت استحق يعني. انا مره اصلا لما بدات اشرب سجاير مثلا، ودي اكتر حاجه يعني انا منزعج منها ان انا بدخن لحد النهارده. انا كنت كل شويه في فتره ثانويه عامه كده كل شويه حد بيسقط من الشله، بيختفي اسبوع او اسبوعين ويرجع وشه وارم ومضروب وحالته حال. ابوه قفشه بيشرب سجاير. اوكي. فبدات العيال تحاول تاخد احتياطاتها، وتبقى مروح تلاقي عيل واقف قدام الشجره اللي عند البيت بياكل ورق شجر عشان الريحه وبيدعك ايده. جو بقى متخلف جدا. طب انا هفضل قاعد كده مترب، ولازم عشان نشرب سجاير نروح مدرسه بعيد وننط بالليل وبتاع. فبدات اعمل ايه؟ اشرب سجاير في البلكونه قدام الجيران عادي جدا. وابويا يبقى نازل تحت مثلا واشاور له السيجاره في ايده، هو مش شايف. لا والله العظيم هو انا من البلكونه مش شايف. فيقول لي انده له مثلا بابا المحفظه او هتتاخر او اي حوار، والسيجاره في ايدي. فهو ما هو حتى لو شافها مش هينكر يعني، مش هيصدق. ده انت قعدت كده 2 سنين. ده انت جاحد. عشان تثبت للناس في المنطقه، عشان ما حدش يقول له. ما انت دلوقتي شايف بيشرب سجاير قدام ابوه. هتتكلم ابوه تقول له ايه؟ هتقول له ده ينفع كده؟ مش موضوعك يعني. لحد ما في يوم ابويا قابل واحد صاحبي كان معاه في التمرين، شافه بيشرب سيجاره، سحب من لسانه وقال له يا ابني السجاير وصحتك وبتاع. فالواد قال طب ما ابنك بيشرب سجاير في البلكونه ومش عارف. كات انا طاير بالبلكونه طاير في الحياه كده والسيجاره في بقي، فاهم؟ وكنت بسرق سجاير من علبته وحاجه نيله يعني. لا والله. والله. علقه؟ لا علقه دي كلمه تافهه قوي والله العظيم. دي كانت يعني. قعدت قد ايه مبطل بعديها؟ مبطل ايه؟ مبطل سجاير بعد العلقه؟ لا بطلت حوالي مثلا 1.5 سنة ان انا اخد من علبته.
انا ما سالتكش تبطل سرقه السجاير. لا ده انا فهمت ان العلقه على كده، ما فهمتش. ما حدش قال لي انا بتضرب. انا بطلت بس سرقه السجاير من علبته بطلت اصلا، انما ابطل سجاير لا. مع وهو بدا يشرب سجاير من لا في علبه، فبتفتح بتعرف، فاهم يعني. هو الاول كان بيشرب سجاير من ايه؟ قعد فتره يشرب كليوباترا كده اللي كانت تصدير، كان في كليوباترا محترمه اللي كانت بتروح ليبيا شيك. دي. ايوه شكلها شيك قوي شويه دي، وكانت احلى من الكليوباترا العاديه اللي كانت ب 160 قرش او 155 قرش حاجه زي كده. فكان بيجيب اللي هي بتاعت رايحه ليبيا دي. فقشطه انت ربع بس حته كده اللي مفتوحه، والعلبه من الوزن بتعرف فيها كام سيجاره. فانا كنت باخد سيجاره وازنقهم جوه كده دفس ولا حاجه وقشطه صباح الفل. برضو الاجيال ديت في حاجات مغامرات مع شويه. انا خد بالك انا ما بشربش سجاير ابدا طول عمري. برافو عليك. طول عمري، بس عشان انا يعني انا ما جاش في بالي اصلا، يعني اللي انا ما جاش في بالي ان انا عايز اشرب سجاير. رغم ان اخويا الكبير حصل معاه النمره اللي انت بتقولش كده، بضحك. اوكي بالظبط. اوكي بالظبط. كان بيسرق برضه من علبه ابويا؟ لا ما كانش بيسرق. كان ابويا بطل سجاير وقتها. اوكي هو بطل سجاير تقريبا 86 يعني بعد ما جابني بسنتين يعني مثلا حاجه. بس النمره بقى اللي انت بتقولها، ورق الشجر يمسكه ويقعد يدعك بيه ايديه كده ويقعد يعمل ما اعرفش ايه وبتاع. فانا فاكر في مره كان ابويا بعتنا نجيب عيش، عشان تجيب عيش فينو سخن فلازم تروح المخبز الآلي. أيوة. يعني عندنا حاجه اسمها المخبز الآلي. ايوه طبعا. الموضوع ما كانش بالسهوله دي. ايوه فده مشوار، فكان كل واحد فينا يوم هو اللي بيروح. اوكي. ففي مره اللي بيقول لك اما تيجي معايا انا زهقان وبتاع، يلا بينا. فهو اكبر مني ب3 سنين يعني. اوكي. فبقول لك ايه، انا عايز اقول لك على موضوع بس بيني وبينك وبتاع. قلت له ايه؟ قال لي هو انت لو عرفت ان اخوك بيشرب سجاير هتعمل ايه؟ قلت له لو عرفت ان اخويا بيشرب سجاير هعمل ايه؟ هقول للبابا وهقول للماما هبهدل الدنيا وانا مش هسيبك تضيع مننا وانا مش هكذا كذا 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 كذا. قال لي انت اخ فعلا محترم، انا كنت بختبرك وانت نجحت في الاختبار وانت صدقت. روحت مبسوط جدا من نفسي. اوكي انت اخ كويس. اخويا مش بيدخن. انا كنت في ثالثه اعدادي تقريبا وهو في ثالثه ثانوي. اوكي. فرق بيني وبينه 3 سنين. كبرنا شويه، هو دخل الجامعه وانا دخلت ثانوي. والله العظيم علي زي ما بقول لك كده بالظبط. قاعدين فوق في السطح، البيت بتاعنا كله قاعدين فوق في السطوح. بقول لك ايه، هو انت لو عرفت ان اخوك بيشرب سجاير يا نهار تاني نفس النمره بنفس مصطفى اخويا ده من اذكى الناس. اوكي. وعنده خفه دم مش طبيعيه ما شاء الله. فقال لي هو انت لو عرفت ان اخوك بيشرب سجاير هتعمل ايه؟ قلت له ما يشرب ولا يندع ولا يتحرق بجاز، انا مالي، ما اللي بيشيل قربه مخرومه بتنز على دماغه. قال لي كنت بتتكلم بجد؟ اقسم بالله كنت بتكلم بجد يعني. ما انا مش كبرت بقى فما بقاش الموضوع بالنسبه لي ما تشرب ولا تعمل ولا بتتابع، انت حر يعني. قال لي طب اذا كان كده بقى اشرب براحتي. وانت كنت كام سنه؟ ولا ثانوي تانية ثانوي افتكر كده. هو كان دخل جامعه وانا في تانية ثانوي مثلا ولا حاجه. اوكي. طب والله ده انت اخ لذيذ جدا يا هيما. فقال لي تعالى اعرفك انا مخبي السجاير فين. ليه بقى عمل كده؟ فانا بالنسبه لي انا بقول حاجه ما ينفعش تقال ولا مصطفى سامحنا درش بقى خلاص بقى، ما انت كده يعني خلاص. كل الناس انا عايز اعرف بيخبيها فين. فابويا كان عامل لنا الدور الارضي للمذاكره. اوكي خلاص. والدور الثاني للمعيشه. حلو. فالدور الارضي نزلنا فيه، ده حاطط لنا فيه مكاتبنا وبتاع ومش عارف ايه وسراير للمذاكره ونوم، وهو يبقى موجود ومامتي كده. اوكي. نزلت القارح مخبي السجاير فين؟ يخش ومجايب السلم حطه تحت اللمبه. كان في زمان اللمبه الفلورسنت دي كانت بتنزل بسلاسل. ايوه طبعا. وهي أيوة من جوه عامله كده بكفر بشفه مقاس المله بتاعت السرير كده. برافو عليك. ايوه بشفتين من الجنب. ايوه. يحط علبه السجاير فوق ويقوم عامل ايه، ويقوم منزلها تاني يشرب السيجارتين ويقوم حاططها. يا ابن اللذينه انت ازاي بتعمل كده؟ قال لي لا ده مش، اصبر بس. فتح الدولاب بتاعه. مصطفى كان بيقفل الدولاب بتاعه ده انا فضحته والله العظيم. مقفل الدولاب بتاعه، لقيت حاطط كرتونه باستيك وبيجمع مسابقه السجاير بتاعت مالبورو. يا نهار ازرق. تفتح البتاعه مليانه سجاير. اتاري ابن اللذينه كل ما بابا ما يساله يقول له ايه ده، يقول له بجمع المسابقه بتاعت مالبورو. اتاريها كلها سجاير مالبورو، كلها سجاير مليانه. حلوه فشخ. ده المخزن التاني. بس لحد ما عم فراج بتاع الفول والله العظيم فتل عليه. اوكي.
راح قال له يا حاج محمد انا شفت مصطفى امبارح بيشرب سيجاره عند الثلاث نخلات. انا ما بحبش فعل الخير ده بصراحه. 3 نخلات وبتاع. اقسم بالله العلي العظيم انا عمري ما هنسى اليوم ده. مصطفى كان مقضيها الله حي. ياخد القلم يروح ياخد التاني يرجع تاني. ايوه فاهم. ترزع حته علقه من بسبب عم فرج بتاع الفول. والله يمسيه بالخير بقى، الله يرحمه اذا كان عايش. الله يرحمه ويمسيه بالخير. لا انا اتضربت بس كنت استحق. ودي كانت قصه مصطفى. انا مش تقريبا هنقصها كلها. هيزعل منك ولا ايه؟ انت محتاج تتكلم معاه في الموضوع ده جدا بصراحه. بس هو كام سنه دلوقتي؟ لا ما هو دلوقتي 45 سنه. طب انا شايف ان اللي انت قلته يعني مغامرات عادية صبيانيه جدا، ما فيهاش حاجه يعني. وما بطلش سجاير برضه يعني، مش عشان يقول لك مثلا ما بطلش سجاير. طيب خلينا نرجع بقى لعلي. بدا منين علي موضوع الستاند اب كوميدي ده اختراع جدا يعني. هو بدا وانا مش عارف اصلا ازاي بقى. انا كنت بعمل حاجه شبه الستاند اب ليها علاقه بالحكي المواقف والكلام ده، وكان في حكايات بتطلب مني. يعني خالي مثلا الله يرحمه كان بيحب جدا قصه السواق اللي مات جنبي في الميكروباص وبتاع. ايه بقى مش القصه مسافرين كفر الشيخ ماشي. وانا كنت بحب اخد الكرسي اللي قدامي ان انا ما بحبش. كان حجمي صغير جدا وما زلت يعني مش يعني نحيف مش مليان. فدايما بشكل تلقائي كده وبشكل يعني اوتوماتيك الناس بتخليني اقعد انا جنب السواق، فالكرسي ده بايخ جدا. فكنت باخد الكرسي اللي قدامي واخد معاه شنطه وانتهينا. وبالذات في الشتاء ما احطهاش فوق فتتبهدل لو فتدفع ثمن وادفع ثمن ده واشتري دماغي، ما عنديش مشكله. فراكب جنب سواق، وبعدين واحنا ماشيين كده جه عند حته بتاعت بركه السبع وبدا يسقط وشفته اللي تحت تقع كده ويريل وبتاع انت كويس يا اسطى؟ انت كويس؟ تمام. وسقط كده ظهره ومات. تمام. توفى. لا حول ولا قوه الا بالله. وواضح ان هو خد حاجه او كده انا بعرف اسوق اشتغلت فتره. واضح ان هو خد حاجه وباظت منه خالص. فانا بعرف اسوق كل حاجه الا القطارات، يعني اي حاجه بتمشي على العجل بعرف اسوقها. واشتغلت فتره على ميكروباصات اصلا وبتاع. حلو. طب انا عايز اشيله علشان اعرف اتحكم في. احنا ماشيين على مثلا 120 او حاجه زي كده، والعربيه مليانه زينه ونمر وجورج والسوق يعني في حاجات. بص احنا في مكتبه والكلب اللي ما كانش لسه ظهر للاسف. بس في بقى والبنت البدويه اللي مش عارف العيون بس باينه والجو ده. طب ومروحه يعني في زحمه كتيره جدا وفي مسند في النص بيني وبينه اللي هو زي مخدع كده. ايوه اللي هو بيبقى معمول قماش ده وبتاع ايوه بالظبط كده، ودبابيس ضغط كتير نحاس كده والجو ده. طب اشيل البتاع واجيب الراجل اتصرف في بقى ورا 3 ستات جايين من عزا فبداوا يصرخوا. يعني في واحد لقط الكنبه اللي ورانا على طول 3 ستات ووراهم في جموع ركاب عاديه جدا. فواحد لقط ان السواق ماله. قلت لهم يا جماعه السواق مات في حاله توتر. فالستات بدات تصوت فكلنا مش سامعين بعض. هم في النص لا الناس عارفه توصل لي الكلام ولا انا عارف. والحقيني يا عمتي مش عارف يعني ايه المناسبه وحاجه جو كده. فين الراجل لسه بيفرفر او حاجه مش عارف. عرفت ان انا امسكه من البنطلون كده وازق قدر الامكان ان هو يدوس دبرياج. بس انا عايز امور. انا لو مورت هعرف اتصرف، هعرف اشد الهاند واحده صغيره جدا ازنقها بالشويش. عارف كانك بتفتح عربيه سخنه فاهم. في كل ده انا في كابينه لوحدي قدام. طلع بيهزر احلف بالله والله العظيم. طلع بيهزر بعد كل ده. تمام. ده راجل بايخ قوي. فقام فجاه كده قال ايه يا عم انت اتخضيت ولا ايه يا ابن الناس قعدت ورا بقى. طبعا في لحظه صمت كده اللي هو الناس طبعا بتسب جدا ولو حد طاله. فساعتها ال3 ستات دول بقوا هم حاجز الامان للسواق لان الرجاله مش عارفه تعدي. تجيبه من قفاه. اركن يا اسطى على جنب اركن مش عارف معانا مريض قعد عملوا حوار. المهم الراجل ركن. انا كل ده انا اكتر واحد اتاذى في الحكايه. انا اكتر واحد اترعب وانا اول واحد هيدش من العربيه الميكروباص دي. مفيش كبوت او حاجه بيك على طول. انت اول واحد هيروح في الحكايه. ركننا على جنب. الرجاله نزلت بشكل تتار متسارع جدا من غير كلام ومن غير ما يتفقوا اتفاق ضمني كده. لفوا المنظر قدامي كده سحبوه اتشفط من الباب وطحنوه علقه ما يعلم بقى الا ربنا. هم قالوا انا اسف يا جدعان انا اسف حاجه نهزر وبتاع. تهزر مين يا ابن الكذا؟ في ناس تعبانه وفي مش عارف ايه وناس جايه من قال ما كنت بفكهم. كل ده انا قاعد في مكاني
بقول انا مش هنزل لان انا لو نزلت انا خايف النور يقطع عندي انا، لان انا اللي متضايق. يعني هم برضو مرعوبين وعندهم اسبابهم يعني. ولف ركب جنبي العربيه وحقوق عليها يا جماعه، وشه بايظ يعني. واحد تاني اللي ركب حقوق عليها يا جماعه، بص لهم في المرايه كده، حقوق عليها انا اسف يا جماعه، سامحيني يا والله لا مؤاخذه يا حاج انا اسف، حقك عليها مش هتحصل وبتاع. وبيدور العربيه بص له قال لي تي دي خوفتك اكتر. خوفتني من اللي جاي. قلت له خد تعالى هنا مش هينفع اكمل يعني، مش هينفع اكمل ايه اللي حصل. بس انا كنت محتاج افرغ الطاقه اللي عندي. انا ما ضربتوش فاهم، بس قلت حاجات بس يعاقب عليها القانون. قلت حاجات مش هينفع نقول عشان ما بوظلكش الدنيا. دي الحاجات اللي فيها استخاره زي ما انت قلت في الاول. بس التهيئه دي ان هو بعد ما اتضرب وكده انا خفت جدا، لان ده شخص بعد العلقه دي ان هو واخد الموضوع ستيل بضحك، ده ممكن يعمل ايه تاني؟ ده شيء مرعب بالنسبه لي. ممكن يعمل بينا حادثه ويقول كنت بهزر معاكم. يقول لك بهزر بجرب الصاج ويخش في شجر يعني. مش عايزين ندخل في الحته دي. دي مثلا من الحاجات اللي انا كنت بحكيها. خالي كان بيحب جدا يعرف القصه دي. فكنت بعمل الكلام ده مثلا في الشاليه مع اهلي، في الجامعه طبعا، في فبيضحكوا. بحكي بقلد المدرسين طبعا والدكاتره والكلام ده. وفي ثانويه عامه كنت بالف، كان ساعتها شعبان عبد الرحيم لسه طالع، فاللحن بتاعه كان مشهور جدا. فكنت بالف معلقه كده على المدرسين، ان في الفسحه الناس رايحه الكانتين تشتري الحاجات وبتسمعني وانا بغني على المدرسين الكلام بتاع على لحن شعبان عبد الرحيم. فكان مثلا استاذ طارق السخاوي ده حبيبي جدا يعني، كان اشهر مدرس بيدي دروس وقتها. فكنت اقول له طارق السخاوي ده حبيبنا كلنا، جاب عربيه ضايو من دم قلبنا، والعيال تقول ايه. فالموضوع انتشر جدا في المدرسه والمدارس اللي جنبنا. ففي مدرس فضحت الراجل كلهم مش هو لوحده. وكلهم هجاء، مفيش غير الاستاذ مدحت جلال الله يرحمه اللي كنت بحبه. ده اللي فطلعت عليهم كلهم بلاوي. واتحفظت وانتشرت والعيال بقت بتكتبها. والمدرسين اللي عندنا في المدرسه بتدي دروس بره، فبدات العيال اللي بره تهتم تعرف العيال المدرسين بيتقال عليها ايه. لحد ما جالي مدرس مش هينفع اقول اسمه لان هو صديق والدي يعني. قال لي انا شفتك بتشرب سجاير وبتاع. قلت له خلاص ابويا ضربني، وقال لي لا هقول له بقى ان في حاجه تانية غير السجاير ومش عارف. قلت له مفيش الكلام ده، هو عارف ان انا ما بشربش حاجه، بلعب رياضه وبتاع. قال لي طب بص، كنت عنده في اوضه المدرسين لقيته طلع علبتين قلم ازرق حطهم قدامي كده. قال لي خد دي. قلت له ده بمناسبه ايه يعني؟ قال لي ما تجيبش سيرتي في الاغنيه. دي اول رشوه خدتها في حياتي. ما تجيبش سيرتي في الاغنيه. قلت له ماشي تمام قشطه. كل شويه اروح اقول له مثلا ومعدي كده استاذ فلان فلاني بيعمل مش عارف ان في كلام يعني. فيقوم مديني سجاره. وانا رايح وانا جاي في المدرسه عادي يعني. فانت اللي بتبتزه مش العكس. كان جاي يبتزك بالسجاير، بيبتزك بيرشيني. كان جاي ان انت بتشرب سجاير، فانت دلوقتي اللي ركبت على السلام. طبعا ما عنديش مثلا معيش فلوس هشتري سجاير، فما عدى على الاستاذ كنت اقول اسمه. اوكي اسمه ايه بقى؟ مصطفى. شغل اكتر من كده هتلاقي ابويا عارفه دلوقتي. في اكم بقى مصطفى بقى. انت ما قلتش مصطفى ايه؟ لو انت قلت مصطفى ايه بس انت ما تقدرش مصطفى الدرجه دي. مش عبيط للدرجه دي. ما تقدرش تقول مصطفى. لا تخاف. لا مش هخاف. لا تخاف. لا عشان عارف انت لو تقول لكن انت خايف. اخاف. بوظتها لك. كمل بقى. فابتدى موضوع الستاند اب كوميدي يشتغل من الحته دي، تنور كده. امتى عملت اول حفله؟ اول 9 باظوا خالص. اول 9 اول 9 حفلات. اول 9 حفلات. انا مستغرب ان محدش قتلني. ازاي؟ والله يعني ازاي باظوا؟ انا مهتم اعرف. هقول لك. كان لسه ما عنديش، ما كانش فيه اي مرجع او نموذج تقراه او تتفرج عشان تعرف ايه الستاند اب كوميدي. ما كانش فيه غير جورج عزمي، ده رقم 1 بدأ الحكايه. ودايما بقول ان جورج لما بطل هو احنا خسرنا جامد في الحكايه. فكنا بنكتب في تامر شقيه وعمرو سمير عاطف قال لي في برنامج اسمه موجة ستاند اب هنعمله ايه يا عم الستاند اب ده؟ قال لي اتفرج على جورج عزمي على يوتيوب. فدخلت عرفت، قلت له طب ما انا بعمل حاجه شبه كده وبمثل مسرح وبتاع. قال لي طب ماشي اكتب حلقات وتعال نشوف. كتبت وقلتها قدامه فقال لي حلو جدا انت معانا في البرنامج، مش هتكتب بس انت هتقدم كمان. حلو قوي. كان جامد الموضوع بتاع موجة كوميدي. تاني سيزون. اول سيزون الجمهور كان متأجر وكان الوضع صعب جدا. يعني كانوا بيضحكوا قبل النكته اصلا وجو كده. فاول 9 حفلات. اول حفله كانت في خيمه رمضانيه تبع جريده مش فاكر كانت جريده ايه. ماشي. وانا واقف رجلي بتترعش جدا ومش فاهم اللي انا حافظه كله راح مش عارف ليه. وبدات وانا بتكلم الناس ما بصتش على واحد لقيته باصص لي. الناس كلها بتتكلم مع بعض وبتضحك.
يعني مع الناس ضحكت لما بطلت. ايوه لما خلصت خالص. أيوة. كده بس في حاجه جوايا عماله تقول لي انت هتعرف تعملها، بس انت محتاج وقت تعرف تفهمها الاول ايه الحكايه. لحد ما بدات بقى مرات اخويا مثلا اقول لها وانت جايه من انجلترا انا في كتب كان في كذا كذا، اسيرش على اونلاين اعرف الكتب وبتاع، فعرفت ان هي ليها معايير وليها اسس وليها حاجات، ومشيت بقى الدنيا. ما بس اول 9 مرات لا الناس بتضحك ولا فاهمه انا عايز ايه، وبستظرف، والغرض كان ان الناس تضحك عليا مش معايا، والفرق طبعا شاسع كبير. جدا. أيوة. ودي اكتر حاجه بديها دايما قبل الستاره ما تفتح، ان يا رب كلمه تفرق من وسط الضحك ده مع حد، وان الناس تضحك معايا مش عليا. طيب هسألك في نقطة وتجاوبني بصراحة، هل بتعتبر انه الضحك رسالة، ولا هو الضحك مضمونه الاساسي ان الناس تتبسط وتروح، ولا انا لازم اوصل حاجة في الضحك؟ الاثنين والثلاثة والاربعة عادي. ازاي؟ على حسب الحدث اللي انت فيه اصلا. يعني انا دلوقتي مثلا في موضوع عايز اتكلم فيه بشكل فلسفي، انا ملاحظ مثلا ان في نسبة تحرش زادت، ملاحظ ان في كذب، ملاحظ ان في ملاحظ اي سمة. ماشي. اقدر اقدم، او ده مهم جدا اقدم ده كستاند اب كوميديان. تمام. في حفله تانية لا هي مش الحفله ترفيهيه بحته، فلا هنا يا جماعه جايين نفك ونتبسط فاخر حفلتين مثلا قلت كده في اول الحفله، يا جماعه احنا كلنا هربانين من العوائق اللي بره ده، عايزين نفصل ونفك خالص. ما دي رساله برضو، ما ده هدف. بس يبقى في الاول وفي الاخير انا بلمس حاجه من 3 عندك، يا اما تفكيرك يا اما مشاعرك يا اما غريزتك. كويس. حلو الكلام. التفكير طبعا اصعب حاجه، ان انا اخليك تفكر في حاجه، وده سهل جدا يتعمل واحنا بنفرص خالص، في الهزل عادي جدا يحصل برضه. والمشاعر وده برضه مش سهل. والغريزه اسهل حاجه في الدنيا، ان انت تخش تتزنق في حاجه في شمال والموضوع بيعدي في العالم كله مش في مصر بس. فسهل جدا ان انا اعمل حفله تبقى كلها ضحك بس وخلاص مفيش اي حاجه، أو احنا جايين نهرب، او ان في موضوع عايز اوصله من خلال الضحك، او ان احنا نعمل الاثنين مع بعض. تمام. او ان احنا نعتمد على الناس في التفاعل ونعمل ضحك برضه. ما تحبش النوع الثالث اللي فيه ايحاءات؟ لا انا بستخدمه في احيان كتير. تستخدمه في احيان بس كتير. بحاول استخدمه ان هو يعبر عن اللي انا بتكلم فيه، ما بقاش رايح له، استخدمه في الجمله. مش لاوي دراع اللي في نفسه يعني. لا. يعني انا ممكن اقول لفظ قبيح جدا انت هتسمعه من غير ما انا انطقه. حلو. بس ردا على جمله ليها علاقه باعتراض كبير جدا، ان في حاجه حاصله معايا ومعاك ليها علاقه مثلا بصنايعي يشتغلني، او بحاجه او بخيانه، بحاجه كده معوره جامد يعني، فتطلع تبان مني. وممكن ساعات تبقى الايحاء باينه سنه صغيره مش مشكله. ايوه بس برضو انا عايز افهم، ودي حاجه من الحاجات اللي بالنسبه لي تبقى مرعبه قوي. يعني انا بطلع على قدام الناس في مسرح وعايز اضحكهم. الاتجاه بيبقى عامل ازاي؟ اوكي. هل انا ببقى سايبها للجمهور باخد ودي معاه تفاعلي، ولا انا بيبقى عندي سكريبت المفروض مذاكره كويس وهشتغل عليه؟ لان دي حاجه مرعبه. انا بالنسبه لي رد فعل مباشر انا ده ممكن يتعب لي، يجيب لي سكته قلبيه. ايوه. بتعملها ازاي؟ هي لحد النهارده بقى فيها قلق طبعا، لحد النهارده فيها. انا مش بتبسط بالتفاعل القوي. ما بتبسطش؟ بالتفاعل للاسف انا بعمله دلوقتي بقالي 4-5 شهور. بسبب ان الناس بتطلب تفاعل. اللي هو التفاعلي، بس الناس عشان تبقى فهمانه انه يبقى متفاعلين معاه، مش بيضحكوا على اللي هو بيقوله، انما متفاعلين يعني بيقولوا حاجات وهو بيرد وبيقولوا حاجات، عشان بس الناس تفهم الفرق ما بين النوعيه دي والنوعيه دي. يا اما بيكتبوا على كارت اول ما يدخلوا والكروت دي تجي لي بشكل مفاجئ على المسرح. يا اما بيرفعوا الكشافات. ليه ما تحبهاش بقى؟ لان هي كل شويه بتتفاقم، كل شويه العرض بيبوظ، كل شويه بتبدا الناس تعلق. فلو ابراهيم دلوقتي عمل كارت وادهوني وانا برد عليه، هتلاقي كريم وهتلاقي محمد وهتلاقي ساره وهتلاقي نوع بيردوا في نفس الوقت. فعند مرحله ده مش هيكمل اكتر من سنه، وهتلاقي ان المسرح بيبهوأ جدا. ده مش مع عدد انت لما يبقى عندي مثلا 1000 متفرج باظت، لو فيهم 3 بيحبوا يتكلموا هيبوظوا كل مداخله. وبتحصل. تمام. السكريبت يا جماعه احنا محتاجين نحترم مواعيدنا مثلا. ماشي. حلو. في حاجه اسمها التناول في السكريبت. انت هتتناول ده بشكل انساني او ذاتي، ولا بشكل اجتماعي، ولا بشكل زمني؟ فنبدا نتكلم عن المواعيد. مثلا لو بشكل زمني هجيب لك من الطفوله لحد دلوقتي، بشكل يكون في ارضيه مشتركه ان انت تقطع اللي انا بقوله. حلو. تمام. والجين زي يقطع اللي انا بقوله. او بشكل اجتماعي. حلو. ان انا بقول من اول ما بصحى من يوم الصبح اجتماعيا بمر بايه،
فتبدا الناس تريليت على اللي انت بتقوله. حلو الكلام. او بشكل انساني اللي هو انا بقى في الديت اللي بخرجه مع ابويا في المشوار او في وانا رايح احلق او الكلام ده كله. ده بيسهل لك جدا ان انت يبقى السكريبت مفتوح قدامك. وبيسهل لك ان انت لو حد قطعك انت مدرك انت جاي من ايه ورايح لايه. برافو عليك. بدايه الفكره عندك وانت ماسكها وهتقفل فين انت شايفها بالظبط. فعند مرحله بتلاقي نفسك ان انت بتكتب التناول بس في دماغك وانت يعني وانا سايق كده بعمل السكريبت. انا عايز اتكلم النهارده عن الايثار مثلا. ليه الناس ما زمان كانت الناس بتطلع لقمه من بعض وتقسم اللقمه مع بعض. ليه ده مش موجود دلوقتي؟ عشان في معايير 1 2 3 4 5. بس انا عشان مدركهم وفاهمهم ومجربهم هعرف ان انا ابدا من التفصيله الفلانيه واختم عند التفصيله الفلانيه. فالسكريبت بيخلص بيتظبط برتجله في خلال مرة ونص او في نفس اليوم بيكون اتظبط كسكريبت كويس. احيانا يجي لك جمهور دمه تقيل ما بيضحكش وهو انت عارف ان السكريبت بتاعك جامد وضحك قبل كده ومضحك وانت مجربه وتروح صالة تلاقي الناس قاعدة ساكتة. حصل بتحصل. بس انا دايما بقول ان الجمهور ما بيغلطش والله. طبعا. اصل الجمهور مش واخد مني يعني الجمهور يبقى دافع 1200 جنيه ورايح لي اخر الدنيا في زايد ولا في حته علشان يضايقني. اكيد لا. طب امال ايه بقى؟ اكيد انا دخلت بشكل مختلف. اكيد انا بدات بشكل مش كويس. اكيد طاقتي على المسرح واطيه خالص دلوقتي. مش داخل متوهج مش داخل افتح شو. احيانا بيحصل اسباب من ناس تانية. يعني انا كان عندي حفله امبارح والجردات اللي في المكان ضايقوا الناس وقفوهم بره في الطل ساعه زياده واخرونا جوه في السيت اب وضايقوا الناس وهي داخله. ما كانش فيه اهتمام بيهم او ما كانش فيه تنظيم كويس. فانا اول ما طلعت على المسرح مساء الفل وبتاع لقيت سقفه مربكه جدا. سقفه عارف انت الحنفيه بتاعت الميضه وبتنقط يا عيني مهينه. سقفه مهينه جدا يا عيني. فقلت لهم لا 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 صلى على النبي. لا ما اعرفش. انا لو اعرف لا كنت عملت الحفله على المكان والله العظيم. طبعا. وحصلت مره قبل كده ان الناس وهي داخله تم التعامل معاها بشكل مش كويس فشخت المكان بالاصول. طلعتهم من المسرح بالاصول. انت اتكلمت بقى عن كرم الضيافه. مش تغلب. طبعا اتكلمت عن كرم الضيافه. ما انت لازم يكون في معنى بتتكلم من خلاله والا يبقى تهريج مش ستاند اب كوميدي. اتكلمت عن كرم الضيافه واتكلمت عن التنظيم واتكلمت عن الاتقان في شغلك واتكلمت عن كل ده في ساعتها. طبعا. مره رحت مسرح وكانت المعلومات اللي وصلتني ان هم صارفين ميزانيه ضخمه جدا في التجديد وبتاع. فرحت قلت حلو المسرح ده. رحت مره قبل كده بدون ذكر اسامي يعني. رحت المسرح ده قبل كده وكان الموضوع صعب ومش عارف ايه والكلام ده كان مثلا كان من 6 سنين ومتقال ان هو اتصرف عليه 2 مليون جنيه. ماشي. واتاكدت من اللي بينظم معايا انتوا فعلا جات لكم ميزانيه 2 مليون جنيه وبتاع. حلو قوي. فرايح بقى متخيل ان المسرح فاق ونور رحت لقيتهم عملوا السور بتاع المسرح ويافطه ب 2 مليون جنيه ولاد الحراميه. فاتضايقت اتعصبت جدا. وبعدين طلعت على المسرح انا قاعد قدام برج حمام. الناس كلها قاعده ماسكه ورقه عماله بتعمل كده في الضلمه مع الريفليكشن. الموضوع مزعج جدا. فبدات اتكلم عن السرقه وعن الاستثمار وعن الاختيارات الصائبه وعن ولاد الجزمه دول. بعد ما خلصت قلت في الاخر زي الاساتذه اللي مسؤولين على المسرح ده ندي لهم ميزانيه 2 مليون جنيه فيقعدونا كلنا في سلق البيض ده في الحر ده وهم فرحانين باليافطه اللي بره اللي كان الناس تحط عليها صوره الحاج. يعني ده بالنسبه لي مهم جدا ان انا احس وانا ماشي ان انا دايما بقولها لنفسي كده وبقولها للشباب في الورشه برضو. هتبقى حلوه جدا لو بعد ما خلصت الشو بتاعك بينك وبين نفسك قلت اللهم بلغت. هتدي قيمه للي انت بتقوله. هتدي طعم. بس ما دخلتش بقى المسرح ده هم مش حقيقي. لا طبعا لا. كلموني على فكره بعدها بس انا ما روحتش لان هم ما صرفوش حاجه تاني. اذا كان هم كده صارفين ما بالك هم قاعدين بيشحتوا ايه اللي هيحصل. يعني وانت بتتكلم في وسط الكلام كده رحت مديني واحده كده وايه معديه. ايه ده انا اسف. لا مش مش محتاج تعتذر. اوكي. لا دي واحده كده ان انت واشتغلت سواق ميكروباص ورحت معديها كده. ما تحكي لي. انا بقى اول حاجه اشتغلتها انا اشتغلت او بدات استقل ماديا. ماشي. من ثالثه ثانوي. اول حاجه تستقل ماديا من ثالثه ثانوي. ازاي بقى؟ محاوله بائسه ما استقلتش 100%. كنت لسه بيجي لي لبس في العيد عادي ومصاريف المدرسه بتدفع وبتاا. اول حاجه عملتها اشتغلت خطاط. حلو ده. رحت اشتريت الواح خشب كده قصيتها ودهنتها لاكيه. وبالابيض. كان زمان التسعيره بتبقى عند البقال او الخضري والفاكهاني والكلام ده بيكتبها خطاط وبيسيب السعر فاضي. حلو. والبياع بتباشيره بيكتب مثلا الطماطم بكام البطاطس مش عارف ايه او الفاكهه. ماشي. فانا كنت ملاحظ ان كل ما نروح نشتري حاجه
وانا واقف مثلا 10 دقايق في 50 واحده بتقول يا عم سماح بكامل مش عارف ايه 3 ب5 اللي مش عارف كده. طب ما نخلص يا جماعه ونكتب التسعيره نعلقها بدل ما الست عماله تنحر في صوتها. ماشي. فرحت اشتريت الحاجات وكتبتها وبقيت اتحرك بيها كلها على تروسيكل يا ابن اللعيبه. تمام. وعدي على البياعين يا جماعه بدل ما انتوا قاعدين تقولوا اهي وخلاص وانتهينا. ما حدش اشترى مني حاجه خالص. ورايح جاي واجر التريسيكل وبتاع ونيله. ده انا قلت انت عملت ثوره في السوق. لا خالص. عملتها ازاي بقى؟ لقيت ان مفيش حد هيشتري فرحت واخد 2 نموذج كده. واحده بتاعت خضار وواحده بتاعت فاكهه. ماشي. ونزلت ازرع في الراي العام ان مبارك جاي بنفسه السوق القديم في كفر الشيخ يتاكد ان التسعيره موجوده. ايه ده؟ طب انت مش كنت بتبيع يا ولا وبتاع بتجيب لنا؟ لا والله كنت ببيع الاول ب4 ده ب7 دلوقتي. ما الخشب غالي والبتاع اي كلام. اشتروا مني. رحت جبت الترسيكل بس انا دلوقتي نازل السوق بوزع واخد فلوس. تمام. لا ده عوضت خساره. ما انا قعدت مثلا اسبوعين بروح كل يوم شايل الحاجه وراجع بالحاجه ومحدش بيشتري. وانا برضو كان شكلي غلوبه بالنسبه لهم وبتضرب. الناس كلها عارفه ان انا بتضرب في الشارع عادي فاهم. موزع جدا يعني. فبعدين رحت اشتغلت في محل منظفات صناعيه وكلام من ده. وما اعرفش ان البوتاص ده خطر. طبعا خطر. ما اعرفش. انا كنت فاكر ان هو لما يتشرب لان كان في اعلان زمان اللي هو بتاع الاطفال اللي بيعرف الاهالي يعني ان بس في عيال كتير كانت يعني زمان اتهبلت وشربت بوتاص وطلعوا بيهم على المستشفى وبتاع. ده كان مرعب. فانا كنت فاكر ان هو مشروب غلط. ماشي. زي الكحول. ماشي. اتاري ان لا هو برمته غلط بطبيعته. فايه حطيت ايدي في الجمدانه الزرقاء بتاعه البوتاص علشان احط في الكوز وبتاع. ورحنا على المستشفى وقصه. قلت لا مش شغال الشغلانه دي. رحت المصيف ماشي. كان في عندنا مصيف بلطيم. ده مصيف عظيم جدا ماشي. جدا ماشي. كان في طفطف وكان في ميدان صغير كده. وقفت على بتاعه لب فيها لب وسوداني ومش عارف ايه وثلاجه حاجه ساقعه. ما حدش بيشتري. طب عايز افيه ولا عايز حاجه احطها كده تخلي الناس تيجي وانا في وش المصيف يعني. الاول حد بينزل وسط السماسره اللي بيرموا نفسهم على الكبوت زي الطرزان دول. حد يجي يشتري حاجه. فكتبت وانا خطي حلو ماشي. فكتبت جبت ورقه كرتون كده وفرخ ورق وحطيته قدام اللب وكتبت مقله اذكى طفل في العالم. الناس جت اشترت. والله العظيم ما اعرفش ليه. اعلم بالله. ايه الحقيقه والله العظيم ما اعرف. وكنت ببيع جرايد الصبح على الشط. يعني يومي كان بيبدا مثلا الساعه تفتكر كان عندك كام سنه في مصيف بلطيم ده؟ اولى جامعه يا ابن اللعيبه. انا فاكر اولى جامعه ماشي. وانا كنت في اداب فرنساوي. انا كنت شاطر جدا في المدرسه وانا صغير. يعني اتضرب وكل حاجه بس ايه موضوع الضرب اللي انت عملته؟ كنت بتضرب كتير قوي عادي. احنا اتربينا في بيت ابويا راجل قاص كاتب قصه قصيره ومترجم وامي شاعره عاميه وكاتبه اطفال. فربونا على ان الحياه فيها حضاره وفيها بعد اذنك وفيها لو تكرمت وفيها لو سمحت. ده بيضايقني. مفيش حاجه اسمها بيضايقني في الشارع. محدش قال لنا ان في مواشي. يعني يا بقيت انزل العيال مثلا بنلعب كوره فيجي عيل رزل كورشه. ده مثلا كان بيطلع عين امي طول. مين؟ كورشه. ما هو لازم يعني ما هو اسمه في حد ذاته جاي من النار. صحابه كانوا بيذاكروا على وشه باللمواس. لا حاجه كده اللي هو ملامحه اختلفت. يعني ملامحه هو لما بيصحى من النوم بيعمل ستارت فتلاقي عينه نازله هنا وبقه طالع فوق. يعني كان عدواني جدا. فبيطلعوا عليه فياخد الكرة مننا ويجري مثلا. وهو يوم اللي بننزله في الاسبوع وبتاع 3-4 ساعات اللي هنلعبهم يجي ياخد الكرة ويجري. يا كورشه بعد اذنك مش مسموح ان انت تعمل حاجه زي كده عشان بنلعب كات. كورشه ومش مسموح. السطوح يا باشا. الله يمسيه بالخير والله يرحمه ولا يعدله بقى عشان مش عارف. زمانه متفنط وشه متفنط زي الكوتشينه دلوقتي. الله يرحمه او يعدله دي اغرب دعوه شفتها في حياتي. مجنون لحد ما دخلت ثانويه عامه. ايه اللي حصل؟ ثانويه عامه انا دخلت مدرسه ثانوي عسكري. تمام. فيها انضباط وفيها حلو بس فيها الشله دي كان ممنوع العبث معاهم اطلاقا. دي شله المجرمين. ومجرمين بجد بقى مش مجرمين ان هم بيعملوا حاجات خارج القانون بس مخيفين جدا. محمد السيد وكريم نونو ومبروك وسيد حلاوه وقصه كده في ثانويه عامه. يعني الناس اللي من كفر الشيخ دلوقتي اكيد قطع عليهم يعني. دول كانوا مرعبين جدا. وانا داخل المدرسه بقى مساء الخير وبتاع على الله خالص. ف جت في مره كده المدرسين كانت بتلعب كوره يوم الثلاث. المدرسين في الفسحه. ماشي.
ما تفهمش الواد اللي بيقف جون ما جاش ولا مات ولا ايه اللي حصل، وانا معدي كده بجيب جبنه من الثلاجه ولا حاجه، خد يلا تعالى اقف جون. ماشي. من باب بس ان هو ايه هيقف هو اي حاجه وخلاص، تسيب للاساتذه لما تشوط وتبصلنا يعني. ده دورك المحدود، كومبارس جدا في الملعب. فكان في مدرس جالنا سنه واحده واختفى، اسمه علي قنديل برضه. والله قال لي انت اسمك ايه؟ قلت له علي قنديل. قال لي ايه ده زيي وبتاع. قلت له اهلا وسهلا خلاص انتهينا. فبقى يبصيلي مش عارف ايه، فسابوا لي مساحه شويه وبدا يقول لي لا صد، ما فيش حاجه اسمها تسيب للمدرس كده ملوش لازمه، ما تسيب الجون فاضي. كان مدرس عظيم جدا لطيف قوي. وانا كنت حارس مرمى شاطر قوي وانا صغير. فبدات اصد ومش عارف ايه، فشويه اطلع بهجمه البرو شويه وبعدين اطلع ابني حاجه وبتاع. مدرس تعب، فبقيت تاخد مكان بدات ابان، فبدات ابان في المدرسه. ايوه. مين بقى اللي اعجبوا بيا جدا كحارس مرمى؟ الشله دي. لا ما تقولش والله العظيم، اتخذوك كصديق. اتخذوني كصديق بطعم الابوه والكفاله كفاله يتيم. فبدات الاقي ان انا يندهوني مثلا تعالى اقعد معانا. طب احنا مخلصين الطابور وطالعين الفصل، تعالى اقعد معانا، احنا قاعدين هنا. طب انا خايف من المدرس وكده. مدرس مين؟ اهانه. انت هنت الصرح. انت الكيان، انت بتهين الهيبه. بقيت اقعد. لا بقى في مدرسين بتضايق مني ولا في عيال بتقرب مني خالص في المدرسه. واخد حمايه، وبقيت واخد حمايه وانا ما بعملش حاجه. فعايز ارد الجميل. فبدات اعمل لهم ملزمات يذاكروا واشرح لهم العربي واشرح لهم الانجليزي والفرنساوي وانا كنت عشان شاطر شاطر جدا. انا في ثانيه ثانوي جايب 91 تقريبا او 92% ادبي ما شاء الله. ودي كانت السنه اللي ابويا وامي انفصلوا فيها. فالسنه اللي قبلها طبعا كانت سنه مفزعه يعني، المعايير كلها ضاربه في بعض بقى. الحاجات دي بتاثر طبعا. والله طبعا اثرت على طفولتك. طبعا. امال ايه؟ ما انت لما تبقى في بيت مبني على الحب والتماسك وان احنا هنكمل لحد يوم القيامه مع بعض كعيله، وفجاه تلاقي الدنيا اتلخبطت، فانت بتفقد الثقه. او انا فقدت الثقه في فكره ان في حاجه اسمها اسره. والله ويمكن ده اللي مأثر عليا لحد النهارده، ان انا ما عنديش اسره. وارد يكون ده موجود وانا مش واخد بالي. انا اتجوزت مره قبل كده تمام، بس خدت اول يوتيرن. وعلاقتنا طيبه جدا، وبتنزل مصر بتسلم على امي وبتاع، ولو انا عايز حاجه من بره بقول لها هاتي لي معاكي كذا، ولو عايزه حاجه هنا بعملها لها، والدنيا لطيفه جدا. ماشي. بشكل لطيف. ماشي. بس فكره الاسره بالنسبه لي فضلت محل شك فتره. اذا كان ابويا وامي انفصلوا ودول كانوا قصه حب يعني اجدع اتنين في حياتي في الدنيا في التاريخ يعني. يعني هو روميو وجولييت وعنترة بن شداد وابراهيم وسهير زي الفيلم. فالمعايير كلها بتقول لك والظواهر بتقول لك ان الدنيا تمام. فقعدت فتره شويه متربي من الحكايه دي. دخلنا بدأنا نذاكر، فجبت 91 في تانية، وده لسه كان حصل الانفصال. وكان لسه حصل الانفصال. فهي الحياه بالنسبه لي كانت في الفتره دي انفصال ابويا وامي والثانويه العامه والشله دي كانت مهمه جدا بالنسبه لي. مرحله صعبه قوي، مرحله صعبه جدا. والمسرح ما فيش مسرح في المدرسه، وانا كنت في اعدادي 3 سنين بتوع اعدادي واخد مركز اول جمهوريه تمثيل 3 سنين ورا بعض. حلو. فعايز امارس الموضوع ده. فالنشاط فيه بقى، عارف انت السن ده بقى فيه شعله النشاط، لو ما طلعتش صح الدنيا هتبوظ. ايوه. فعلى التوازي معاهم بقى في مصارعه روماني. مصارعه روماني دي اللي اتهنت فيها جامد، بس اهانه مثمره. مصارعه روماني ازاي بقى؟ انت يعني رحت تلعب مصارعه؟ احكي لي. انا ما بيبانش عليا، بس لا ولعبت جوجيتسو. روماني دي عايزه لا مش شرط. هي محتاجه ظهر قوي جدا، رجل قويه. ماشي. ومحتاجه طبعا هندسه وفيزياء في المقام الاول. هي في المقام طبعا في المقام الاول انت لا هتستخدم رجلك ولا هتستخدم اي لكمه او حاجه، وازاي تتعامل بوزنك مع وزن الاخر. انا بقى الكلام ده بيتقال لي من واحد ماسك سيجاره في بقه كليوباترا مدهوسه، لما قال لي بص خش على البساط. فالبساط ده بالنسبه لي علاء الدين وبتاع يعني، مش ما اعرفش ان ده الدايره دي البساط. قال لي خش على البساط ونزل لي اصغر عيل في التمرين. اصغر عيل؟ كنت انا في ثالثه ثانوي مثلا. ثالثه ثانوي، ثالثه ثانوي، اجازه ثانيه ثانوي يمكن. ماشي. ونزل لي عيل في اولى اعدادي. حلو. الواد شكله يعني انا اكبر منه يعني، ده لما يشوفني في الشارع لا انا بالنسبه له انت جرم عليه هركليز. وهو سفيف جدا. فقال لي حاول توقعه على الارض. قلت له ماشي. قال لي بس ما تستخدمش رجلك، ما تكعبلوش، حاول توقعه على الارض. انا بقى شايف حاضر التمرين من الاول، ففاهم ان في انكا وبراوليه وبتاع. نزلت الواد مسح بكرامتي الدنيا.
عيل صغير قعدت بسبب فتره ما بنزلش في المنطقه عندنا، قاعد عند عمتي وجدتي ما بنزلش المنطقه. لا هني جدا. انا خارج من البساط بيلمع، البساط جديد جاي من ايكيا. الواد هني سففني البساط بجد وانا مش عارف امسكه. يعني مش عارف اطوله. طب اقول له طب استنى تعال نبدا من الاول. تمام انت بتعمل حاجه انا ما اعرفهاش، نبتدي من الاول تاني. انا وهو لوحدنا ومش شايف الواد عمال بيلف من ورايا وينط ويطلع ويتزحلق وبتاع ويضربني براوليه في انكف بتاع، ففرهدني جدا. والموضوع ده يعني انا بعدها بيوم اكتشفت ان الماتش ده كان دقيقه ونص. انا بالنسبه لي كان 3 ايام عمل. الواد بيضرب فيا لحد ما يبان لي اصحاب. فقلت لا الموضوع الروماني ده مش انا قعدت اريح شويه من الاهانه مش من التعب. وبعدين لقيت حد عمل فاول فنام على الارض، والتاني قلت لا 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 معلش اذا كنت اتهنت من غير فاولات. امال لو عملت فاول ايه اللي هيحصل؟ علي ربيع عملها في مسلسل في مسلسل او حاجه زي كده. لا مهينه جدا يعني. وبعدين برضو انت في مجتمع ذكوري وكفر شيخ وبتاع، فما تقول لي نام على بقى يعني لا 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 السلوبيتا ديت برضو وحدوا الله يا جماعه. وبعدين انت في المصارعه الروماني انت جزء من شخصيتك عرق الاخر، فلا يا جماعه مش وتلامس في كل الحتت اللي انا مش مهتم اطلاقا ان احنا نتلامس فيها. فلا وعيل صغير هني، طب انا وجع دماغي ليه؟ ما اروح العب رياضه، رحت لعبت بينج. دي وجهه نظر علي قنديل في المصارعه الروماني، اللي مش بالشرط خالص يا جماعه تمنعكم من ممارسه لعبه المصارعه الروماني والاتجاه الى لا البينج بونج. لا ثانيه واحده، دي مش وجهه نظري في المصارعه الروماني، دي وجهه نظري في المصارعه الروماني بتاعتي. المصارعه الروماني قال لك هي كانت دقيقه ونص بس انا حسيت ان 3 ايام عمل. اقسم بالله علقه مهينه. وبعد الوقت كان بيضحك. ما جربتش ان انت تاخد بطارك في اللي هو تكمل في اللعبه وبتاع ولا وانا مش هسيبها وكده ولا ما لا مش دي اللي سمعت معايا يعني. اللي حصل فيها الاحساس ده بالظبط الجوجوتسو. ماشي. لما لعبتها عشت في الاردن فتره وكان بيدربني كابتن سليم ربنا يمسيه بالخير، ده بطل عالم 4 مرات. ايه الفرق بقى ما بين والجوجيتسو؟ لا الجوجوتسو هي كلها على الارض، الجوجيتسو كلها على الارض. لو اخضاع هي فيها اخضاع طبعا، ده بشكل اساسي، ده المعيار الاساسي في الحكايه ان هو اخضاع. بس هي فيها شياكه اكتر وفيها فكره اعلى بكتير جدا. يمكن انا في سني في المصارعه الروماني ما وصلنيش ان فيها فكره او الراجل كان بيدخن فما قاليش حاجه يعني ما كابوزيا في نفسه. بس كابتن سليم لا عرفني ان في حاجه اسمها هندسه وفي حاجه اسمها مشاعر في اللعبه، ان انت ازاي ما تبقاش مؤذي، تبقى ناجح او تبقى اقوى او تبقى اذكى بمعنى ادق، لكن ما تبقاش مؤذي. فانا دلوقتي مثلا قادر ان انا اتفاعل واتعامل مع اي جسم اكبر مني او وزن اكبر مني، لان في مفاتيح للحكايه بس ما تستثمرهاش. انا كنت رايح طبعا عشان اعوض ان انا بتضرب. هو اللي علمني ان لا. فمع الوقت انتبهت ان فعلا لما بتعرف رياضه قتاليه انت بتتجنب الخناقه. برافو عليك. هو علمني ان انت قال لي امشي 1000 خطوه عكس اتجاه الخناقه، بس لو دارت خلصها بسرعه، ما تستعرضش. انا كنت بحب استعرض بقى في الاول. كنت برضو محدث. بس فعلا هتلاقي فعلا اغلب الناس بتوع الالعاب القتاليه على اي ليفل من الليفلز، لان هم اي ليفل هو اقوى من اي حد تاني لان هو ممارس وفاهم كويس. هتلاقيهم فعلا ما يعني اكتر ناس تبعد عن ان هي تتخانق عشان عارف انه لو اتخانق هيبقى خناقته دي باذيه كبيره لحد قدام. بس خلاص بقى لو جريته خلاص انت عمرك كده الله. كملت قعدت في الجوجيتسو قد ايه بشكل الصافي؟ مثلا ممكن يبقى 2.5 3. وما كملتش ليه؟ حصل لي حادثه كده بايخه شويه وكان عندي زي روتيشن كده في المخ اتحرك جوه. في ممكن اصاباتها توصل لكده؟ لا مش في اللعبه، مش من اللعبه. دي حادثه تانية خالص. وفضلت مثلا اثرت جدا على الذاكره واثرت جدا على الحبل الشوكي والاطراف وبتاع. عايز تحكي؟ عادي مش ازمه. بس هو ايا كانت الحادثه مش ازمتنا الحادثه، بس في فتره كده اللي هو البرايتنس قلت جدا في الدنيا. الدنيا انا شخص عندي طموح دايما وعندي امل دايما ايا كانت الظروف. دايما عندي نظره ان هتعدي زي اللي فاتت يا جماعه. ما احنا هنفضل كل مره نخترع العجله. ما مش اللي فات عدى، الحمد لله. دي كمان هتعدي امتى. دايما توقيت ربنا بحس فيه برحمه عظيمه جدا. حلو. فبدات افقد السيطره على الاطراف تماما. حتى لو قلم مش عارف امسك القلم كده. وجربت علاجات كتير جدا، اوستيوباث بقى وابر وشربات وحاجات فاكس كله. وبدات الحكايه في النازل ان حتى النطق مش موجود. ايه ده؟ سنه كده اختفتها او ده امتى ده علي؟ الكلام ده من
4 سنين تقريبا. يا ده من قريب او يعني. 5 سنين واختفيت فتره كده وما حدش حس. بس انت اللي ما حكيتش. لا ما حكيتش، لانها تجربه مش ملهمه يعني. هو الحاجه اللي ملهمه فيها فعلا ان ربنا كرمني بدكتور مصري الماني، دكتور محمد الفيشاوي. يعني الراجل ده انا شفت حالات معاه بتنجو من الشلل وبتنجو من عيوب خلقيه وناس ما كانتش بتعرف تمشي ما شاء الله ما شاء راجل الله ما شاء الله عليه من يومها هو اخويا الكبير يعني. هو بنجعله في ميزان حسنات. وبعدين وهو بيتكلم معاك اول ما يشوفك، هو اول ما يشوفني بيعمل سكان سريع جدا فيقول لي ماله الابهر عندك يعني انا ده انا قاعد وابقى مستني ان هو لما يجي ابقى قاعد قاعده كويسه او بكلم في التليفون. تخصصه ايه؟ علاج طبيعي. علاج طبيعي. وليه قصه برضه انت المفروض تستضيفه اصلا. هو خلص ثانويه عامه قال لهم راح رحله اسوان طلع المانيا. لا والله والله العظيم درس الطب من اوله هناك ورجع بقى وهو ماسك 4 مستشفيات في المانيا. اللهم صل على النبي. حاجه مدهشه، رحله حلوه ما شاء الله، مدهشه جدا يعني. وطبعا هو عنده صدمه من ساعه ما رجع مصر. هو الماني يا حبيبي بقاله 25 سنه في المانيا يا حبيبي يا ابني. فيكلمني في التليفون قال لي علي دلوقتي في واحد كسر الاشاره. فاقول له والله العظيم بجد كسرها؟ تقولش حد بقى والله العظيم ممكن بلغ عنه. ويقول لي كان اول ما جه كان يعني كان مش فاهم تعبان جدا. يقول لي انا شفت واحد دلوقتي مش رابط الحزام وهو سايق. ليه بتقول ان هي مش تجربه ملهمه رغم ان انا بشوف انه اي اختبار او اي ابتلاء بيمر بيه الانسان ويعدي منه هو في حد ذاته الهام انه لا لازم تستمر ولازم تبقى عندك دايما ايمان بالله. انا بشوف كل حاجه كده. جزء من الهامها ليا معاناتي فيها. ماشي. يعني انا فاكر اول سيشن مع دكتور فيشاوي انا كنت رايح، ده كان اخر، انا كلمت المستشفى دي او العياده دي وقلت دي اخر حاجه انا هجربها. خلاص انا كنت زهقت بقى وصرفت كل اللي معايا وخلاص بفكر ارجع مش بقى مش لاقي سبب والناس. وبعدين الاعراض اللي عندي محدش فاهمها. يعني انا مثلا كان عندي عرض غريب جدا، كنت بحس كأن فجأة في ميه سخنه وقعت على ايدي، ميه مغليه وانا قاعد معاك كده فجأة اعمل كده وكأن في وانا حاسس بلسعه ميه في وساعات احس ان في كور تنس بتكبر فجأة تحت ودني ورا كده. فلما بقول الكلام ده الاقي دكتور يقول لي يا ابني انت عندك مشاكل وروق دماغك واقفل تليفونك واطلع البحر، انت مش بتحب نويبع روح نويبع. يا جماعه لا، ما انا لسه جاي من هناك. مفيش ازمه من دي. طب وطلع التشخيص ايه يا علي؟ طلع التشخيص هو الروتيشن ده قفل على الحبل الشوكي ومسبب ازمه لان الجسم كله مش عارف لا يستقبل اشارات ولا يبعت اشارات من المخ وللجسم. فعندي ازمه ضخمه جدا، المخ مش عارف يشتغل، المخ ملفوف. والدكتور ده هو اللي عارف التشخيص؟ هو اللي عارف التشخيص ده ما شاء الله. فانا رايح له بتعكز على كل حاجه. اليوم ده انا لحد النهارده فاكره ان في اول سيشن انا خرجت من باب الاوضه اللي بيعمل لي فيها السيشن دي، فقال لي لا ما تسندش على الحيطه، امشي في نص الطرق. فلقيت نفسي مشيت في نص الطرق وده كان بالنسبه لي غريب جدا. من يومها انا كل ما بمشي في اي مكان بتعمد امشي في نص الطرقه واحمد ربنا ان انا كنت، ده كان بالنسبه لي طموح في يوم من الايام ان انا امشي لوحدي كده. دلوقتي الحمد لله بركب خيل وبنط الحبل وبعمل كل الالعاب اللهم لك الحمد والامور طيبه جدا. فهي ملهمه بالنسبه لي اكتر، فعشان كده بحاول جاهدا في شغلي ادي للناس امل ان كل حاجه هتعدي. كل حاجه هتمشي. ويا جماعه صحيح. وبالذات في العلاقات لانها اكتر حاجه بتجيلي في الحفلات، يا جماعه افهموا بعض وتقبلوا بعض. العالم اصلا رزل، العالم رزل جدا ومعاييره مشوهه جدا. فهنقعد احنا الاثنين في بيت 120 متر نغيض. والله ما بهزر، ننقر في بعض ونقرف بعض. يعني هو انت اللي مطهي قوي الله ما تخش نغلط بقى يعني. انت مش عدل وهي مش عدله على فكره. صح. بس عايزين نبقى عادلين وقادرين نبقى عادلين مع بعض. ما تمشوا الكوره يا جماعه. انت اول ما تفتح باب الشقه هتلاقي الجروب بتاع الواتساب اللي ورا يا جماعه الاسانسير ويا جماعه. وبالمناسبه انا عايز اقول من خلال برنامج كابتن ابراهيم، في جار عندي بيرمي عندي قشر لب وكياس شيبسي وبامبرز وكياس بتاعت شوكولاته وحاجات من دي. اقسم بجلال الله انا لو عرفت انت مين والله العظيم 3 وعم سعد الحارس عندنا انا قايل لك الكلام ده النهارده وانت بتعمل العربيه كتر خيرك عملتها حلو. انا لو عرفت انت مين اقسم بجلال الله هتخانق معاك خناقه ولا هيهمني اي حاجه في وهخش فيك السجن. لان لما نوصل لمرحله ان لا مؤاخذه يعني المدام كمان بترمي حاجات عندي تمام وانا الراجل العازب اللي ما بيجيش على اجتماع العماره عشان عايش لوحدي وكلام الناس مش كلام الناس، فعيب في حاجه اسمها الجيره والعشره والاخلاق والادب. احنا قاعدين في حته محترمه وفي وش متحف اسمه الحضاره ونرمي زباله عند الناس بس يا ابراهيم. فبس الحاجات دي بتطلع فبحتاج ان انا اتخلص منها عشان ما اسخنش جسمي بيسخن. اهم حاجه انت فرغت كل الطاقه السلبيه اللي عندك. لسه طبعا اصل كان في واحد بيرمي زباله في الاسانسير
في الاسانسير؟ في الاسانسير بيرمي زباله في الاسانسير؟ في الاسانسير مش بينزل الزباله؟ لا بيرمي زباله بيرمي الزباله في الاسانسير. بيعمل بيبي في الاسانسير تقريبا، بس انا شميت فعلا حاجه زي كده وما رضيتش اصدق والله وبيرمي الزباله ايه، يا ريت مثلا، مش يا ريت مثلا، هو طبعا هيبقى زباله يعني حرفيا. الكيس مش مرمي في الاسانسير. امال ايه؟ بيجيب كرتونه مثلا زي كرتونه الميه المعدنيه، ايوه، ويرمي فيها الزباله من غير كيس. وكل في مره سمك وفراخ في نفس اليوم، يعني كان عنده عزومه. يعني انت لو عندك واحد نباتي هتضحي بواحده من البروتين ده، لكن انت يبقى عندك سمك وفراخ في نفس اليوم وترميهم في الاسانسير اللي احنا بنركبه، لا دي حاجات. احنا ايه اللي وصلنا انا جادد اصل احنا جايين النهارده برضو شميت ريحه، ما انا مش عايز اتكلم بس عشان العماره دي مش. لا، وفي واحد عنده عربيه سكودا برضو بيركن في الحته الارض اللي قدامنا. والله العظيم العربيات بتركن، الجراج ياخد الحته الارض دي، تاخد مثلا 40 عربيه بشكل سيمتري تماثلي كده. لازم يعملها كده. لا يا ريت بيجي قدامنا كلنا ويركن بالعرض. فانت بتركن اوعى بقى يعني هخبطها له والله. العربيه اللي معايا قديمه كلاسيك حديد، هتخش تزعله والله، يجي له ناسور فيها دي. معلش يا ابراهيم، الموضوع ده منرفزني، هو اللي قلب يوم النهارده ناس. في عندك اي مشاكل تاني في المنطقه وفي العماره؟ خلصها دي، يلا خلصها. في العماره في العماره في المنطقه، يلا خلصها يلا كلها. لا خلاص، الباب بس بتاع الاسانسير اللي في الارضي. معلش انا اسف يعني. عارف انت البتاع اللي هو بيرد الباب، في بيبقى حرف زي حرف في كده، اللسان اللي بيقفل ده. لا انت بتفتح باب الاسانسير، في بتاع كده بتبقى اللقمه اللي بتنزل دي، بترجعه تاني. أيوه. هم بتبقى دايما جنب الكالون، جنب المفصل. ايوه، هم حاطينها في نص الباب. فالباب بيفتح حته اللي هو انت داخل حرامي في الاسانسير وراجع منه تاني. طيب يبقى بعد اذنك يجيبوها بس شمال شويه، او ما تدفعش فلوس الصيانه. دفعنا 4000 جنيه و300. لا انا لو منك ما ادفعش والله دفعنا 4300. دهنوا الاسانسير بس، دهنوا الباب يا جماعه. طب نحط مقبض يعني، انا اصلا انا مش باتمان فاهم ولا سبايدر مان هعمل كده الباب يتفتح لي يعني، مش هعمل كده. معلش مش عايزين نتكلم، بس الفلوس دي راحت فين؟ انا اسف يعني عشان بس الموضوع مريب. معلش يا ابراهيم والله الموضوع صعب قوي. لا لو محتاج تشتكي حد في الحي برضو احنا موجودين في الحي. يلا ارفع شكواك للحي على طول. ها لا دي هتزعله جامد، دي هتزعله. اصلا انا عامل مسرح في البيت. قول. تمام. لا مسرح قابل للتحريك عادي. ماشي. عملت الستيج وكل حاجه، ودلوقتي بركب الستاير وركبت التكييف الحمد لله. حلو. عايز اعمل ايه بقى في المسرح ده؟ عايز اجيب الاطفال ولاد حراس العقار اللي في المنطقه. حلو. وولاد العمال اللي موجودين في المكان يحضروا افلام في شاشه كبيره. واعمل لهم حاجه زي عرض مسرحي صغير في الاول. الله، طب جدو علي مثلا او ابي علي او حاجه. الله حلو ده. يعرفوا يعني ايه فن، يعرفوا ان احنا هنتفرج على فيلم يا اولاد مثلا، فعايزين نعرف الفيلم ده عايز يقول ايه من غير ما ينطق. الله حلو ده. هو بيتكلم عن شعور عامل ازاي او كده. ومحضرين لسته كده بشويه افلام فيها طموح، فيها ان انت تقدر تحلم بحاجه مختلفه، فيها ان انت تقدر ان في اب وام في حياتك بيعملوا حاجه. اللي عايز تعمله ده تعمله في المنطقه في الشارع يعني ولا لا عندي في البيت. انا خدت بيت جنب بيتي. شقه لطيفه جدا 180 متر او 190 متر، والصاله والريسبشن مفتوحين على بعض، فعملت فيها الستيج ده وفيها حاجات زي خوص هي بوهو برضو المكتب عندي. والله حلوه الفكره دي يا علي. نفسي اعملها جدا. وفي بنت صديقتي هتجيب كده زي علبه فيها فشار، ونجيب الكرتون ده ونعمل عليه اللوجو بتاع المشروع ده ايا كان اسمه ايه، بحيث لما يدخلوا، اصل الولاد دي ما عندهاش فرصه ان هي تدخل سينما او مسرح. حلو. فممكن يبقى فيهم فنانين كتير احسن مني ومن اللي خلفوني بس ما خدوش فرصه. فيبقى على الاقل عارف ان هو في حاجه اسمها. الفكره دي لطيفه قوي. ما اعرفش والله يعني حسيت انا ما بعرفش الافكار بتيجي منين بس. وهم ماشيين ياخدوا كورسة رسم وشويه الوان واللي يخلصها الاول يحضر المره اللي بعدها وهكذا. فلما اتكلمت مع اصحابي في الموضوع ده لقيت ان هم متحمسين جدا. واحد من المعادي، واحد من المقطم، واحد يقول لي انا هجيب لك انا باص صغير في العيال واهاليهم مثلا، عشان برضو فكره ان انت تسيب العيال رايحه كده اكيد لا لازم يبقى يعني حاسين بالامان. وفاهمين ايه انه ده بيتعمل. دي حاجه نفسي اعملها جدا وهعملها. انا بحب الافكار اللي هي مهما بقت صعبه او مزعجه في التنفيذ على قلب زي العسل. ما ده بيقول لك دايما ده دور المجتمع المدني، يعني يقول لك مؤسسات الدوله عليها اعباء تعملها. انما ده بيبقى دور فردي. الدور الفردي ده كان زمان الناس ممكن تعمله بشكل او باخر. طبعًا. يعني طبعا انا بشوف انه لما الواحد بيبقى عنده احساس بالمسؤوليه الاجتماعيه تجاه المنطقه بتاعته، فلو هيعمل حاجه صغيره، لو كل دير ميه ده احساس بالمسؤوليه. طبعًا. لو فنان وهيخلي الناس تفهم اكتر في الفن وتعيش دي حاجه نبيله يعني، بشوفها حاجه فيها نوبل يعني. فبرافو عليك والله. نفسي تمشي كده، نفسي تمشي وتتظبط يعني. هتبقى فارقه جدا، لان انت بتفتح باب كبير قوي لاطفال ما عندهمش فرصه ان هم يخبطوا على الباب ده اصلا. صح. فممكن تكتشف ان ولد منهم بالذات لو بدات تلعب معاهم في العرض المسرحي ده، فتلاقي ولد طلع بإفيه فخد تعالى
صح، واتفرجوا على حاجه او تقول له خد دول اقراهم او في يوم من الايام ممكن يطلع منهم مواهب كتير حلوه. محمد صلاح ده، انا محمد صلاح بالنسبه لي والجنه بالذات ده واحد كان بينزل من القطر حرفيا يخش النادي. ايوه دلوقتي بيعمل ايه؟ هي احسن واحد في الدنيا في اللعبه دي. صح. ما ده معناه ان انت لو شايف وعايز واخد بالاسباب وقادر ومتكل على الله هتروح. يعني ما ده دايما اي حد بيقول لي اصل الدنيا والحكايه اقول له محمد صلاح. اول عربيه جبتها كانت ايه؟ اول عربيه جبتها مرسيدس. ما بنقولش موديل كام بس عادي. مرسيدس. هبتدي اكون انطباع انا والناس مرسيدس. فمره واحده هتقوم انت مرجعنا بالموديل دلوقتي فاحنا هنعرف اكتر. لا ستيل مرسيدس. ها ستيل مرسيدس. موديل كام وسنه جبتها؟ سنه كام كانت؟ موديل كام جبتها السنه اللي فاتت؟ موديل 76 خنزيره 230 واسمها العفيفه. وما اسمعش افيه على العربيه بتاعتي. العربيه بتاعتي ليها فانز دلوقتي والله العظيم 3. انا امبارح جبت خنزيره؟ اه يا جاحد. والله. وبتربيني من الاول. ليه بتنفس نفسك والله؟ واقول لك على حاجه والله العظيم 3 العربيه انا ما بقولش عنها اي كلام سلبي تسمعه. ولو حد قال لي ما تبيعها ما اقولش بسكته لان انا مؤمن جدا ان الاشياء كلها بتسمع فيها روح. ما هو انت ربنا الهمك تخلقها او خلقها لك سواء كان حديد سواء كان كاوتش سواء كان اي حاجه. حلو. والعربيه دي فعلا كذا مره ابقى عندي التزام مهم ومعايا امي مثلا وفجأة العربية دي محتاجة دلوقتي بوجيهات، محتاجة دلوقتي كوندنسر، محتاجة دلوقتي دي حاجات بغيرها كل أسبوع مش مشكلة. تمام. وتخليني تمام لحد ما أوصل 6 الكل تحت البيت مش نازلة مش متحركة. بوس. والله لازم ببوس الدريكسيون وبنزل ابوسها كتر خيرك. وده ما لفتش انتباهك لحاجة؟ طبعا. ايه؟ ان العربية كويسة واصيله وبنت ناس وعفيفه. والله. ورحت بيها نويبع مرتين ورحت بيها اسكندريه. دي ايه؟ دي هوايه يعني انت تجميع العربيات القديمه على كبر؟ لا مش لدرجه تجميع العربيات القديمه ولكن انتقاء العربيات القديمه. ليه 76؟ انت ركبتها قبل كده؟ مش محتاج. لا بص هقول لك على حاجه. هتخش لي في جو العبق والتاريخ واحساسك. لا طبعا مش هقبضنا عيش ده واحنا بنشر عرق في المانيال يعني ده مش هيحصل. بس جرب تركب عربيه زي دي ارجوك في مره تبقى عندك مشوار بعيد وقول لي علي تعالى نروح سوا بالعفيف. فايه اللي هيحصل بقى؟ هتحس ان انت راكب حاجه ناشفه جدا اللي معاك دلوقتي. وهتعرف ان الخواجه ده او الالمان لما عملوا العربيه دي زمان عملوها عشان تسافر وانت مبتسم. انا بروح بيها نويبع بروح بيها اسكندريه وانا مبسوط جدا من القعده ومن الروقان والدنيا. ممكن يبقى في مشاكل ساعات احيانا ان انت عايز تغير حاجه في الدبرياج في المقص في مش عارف ايه. فيها تكييف؟ فيها تكييف طبعا. ايه اللي 76؟ لا بعد اذنك يا ابراهيم. خلاص بعد اذنك. يعني اصل 76 يعني ايه مرسيدس ما فيهاش تكييف؟ يعني ايه مرسيدس ما فيهاش تكييف؟ لا طبعا 76 يا بيه. لا ده فيها 5 سماعات. انت عندك 5 سماعات في عربيتك؟ لا ما عنديش. بس خلاص نقعد عيد 24 24 ايه؟ مركبهم انت اللي مركبهم مش الخواجه. لا والله عربيه محترمه جدا جدا. ومره كنت راجع من مشوار وحد تقريبا كان سكران او حاجه عمل ازمه بيني وبين عربيه تانية. فالحمد لله والشكر يعني على الحادثه دي ان العربيه عامت مني بسببه لان هو دخل في حته كده مش حافظها وفيها لسان في النص فجاه كده. فالراجل دخل بدون النظر لاي سيفتي عند اي حد. دخل ما بيننا فالراجل بيفادي فانا اضطريت اخد غرزه اوسع بكتير فالعربيه عامت مني. فكان قدامي يا اما اخش في سور حديد يا اما اخش في مجموعه عمال مستنيه تركب. دي كانت هتبقى مسبحه الحمد لله. فدخلت سميت الله ودخلت في السور الحديد وانا واثق ان العربيه تمام. فدخلت كسرته سور حديد كده قدام مول العرب باين صح حاجه كده. دي كانت حادثه واتقلبت عليه. لا حول ولا قوه الا بالله. انا خارج من الحادثه ما عنديش غير كدمه هنا عشان واحد خبطني كان فاكر ان انا الحزام. لا حول ولا قوه الا بالله. بس انا طالع منها سليم. وفي واحد دخل لقى العربيه مقلوبه خد الشنطه بتاعتي اللي فيها المرتبات وفيها الفيز وفيها البطاقه وفيها الرخص وفيها الكلام. فتح قبل ما يتاكد انا حي ولا لا خد البتاع وجري. ده ندل قوي. والله العظيم. فلا المرسيدس القديمه لا طالما صينتك خلاص طالما صينتك وطالما العفيفه خلاص. والنبي يا ابراهيم انا هروح بيها من هنا والمشوار بعيد. لا ما تقلقش خلاص. انا خايف يحصل اي مشكله. لا خلاص ما احنا عمالين نقول العفيفه ده ليه مسميها العفيفه؟ عشان اصد عدد الايادي اللي اتمدت فيها من الصنايعيه اللي اشتغلوني
ده في واحد اسمه بندق في المنيب. خلاص بلاش. عمل فيها ايه احكي لي. عمل ما نزلت عمل فيها ايه بندق؟ عمل لها فلوج. انا عمل لها فلوج بصور المراحل دي. قال لي هعمل ضفيره الكهرباء من الاول للاخر وبتاع محمل 6 مللي ومش عارف ايه. وسالته قلت له كده العربيه كام؟ قال لي لا ده الاول كانت 40 من 10. قلت له 40 من 10 ده كويس يعني. فاتضح في الاخر ان هو اشتغلني. هو يقصد يقول لك 40 من 100. 40 من 100 انا بقول له كام من 10؟ قال لي 40 من 10. حلو. قلت له ربنا يستر. وانا حاطط فيها كذا يو اس بي وكده عشان لما احب اصور فيها او كده. هو فاضل لها بس شويه حاجات بسيطه ان البيبان تتقفل مش اكتر. مش عارف ضايقين قوي يا جماعه. ما هي ماشيه وحلوه زي الفل. بقول لك راحت نويبع عادي جدا. المشكله يا صبر. نرجع للشله. استنى بس عشان اقول لك. شله المجرمين. ايوه احتضنوني. ايوه وانا ذاكرت لهم فنجحوا. فزعلوا مني جدا. عشان نجحوا طبعا. هنسيب المدرسه كارثه. واحنا اللي ماسكين المدرسه. كانوا انا مثلا لما بدات افجر دود الأز كان بدات في ايه؟ هبت معايا. شفت حاجه دوكيومنتري على القناه الاولى ولا الثانيه ان دود الأز ده الحرير ومش عارف ايه والحرير غالي. حلو. قلت بس رحت جبت 3 دودات. تمام. نطينا في الهيئه الزراعيه دي. ايوه طلعنا شجره اللي في الدق دي. لا ده عندكم في كفر الشيخ. ماشي. جبنا شويه ورق توت ودوتين ومش عارف ايه. ماشي. وماشي بيهم في كرتونه جزم كده. وراجع من المدرسه. كنت في ثانيه اعدادي باين الاول. دي كانت التجربه في ثانيه اعدادي. وبعد كده حاولت اكبر التجاره في ثانويه عامه. فجه واد ثبتنا. كنت انا وعبد الله محسن الله يمسيه بالخير. كنا بنلعب بينج على طول برده وحاجات كده. ماشي. فجه الواد ايه اللي معاكم ده؟ وقلت له ده دود أز. قال لي كام دود؟ قلت له 3. قال لي 3. والثلاثه دي بيقولها بانبهار وكاني بقول له 3 مليار يعني. ماشي. قال لي هات ياض الدود ده بدات خلاص هتشرنق. ماشي. يعني عارف انت المرحله جربت. ماشي. اكيد طبعا الموضوع ده اكيد عدى عليك في اعدادي او عدى عليا بس ما اتلطشتش بيه زي اوكي. لا انا اتسحلت. انا كنت بعمل حاجه تانية. ايه؟ كنت بزرع البتاع في الحلبه في طبعا في البرطمان ده ونحطه في القطن وتطلع الحلبه تعمل كده. خلاص شكرا وخلاص. بس خلاص حد ياخدها بقى بس يعني يسلقها ولا حاجه. ما كناش بنكمل. خد مننا الكرتونه. وقال كلمه وهدي اي حد يفتح اي كلمه هديكم بالقلم على وشكم وبتاع. فاحنا كاتنين مناضلين في اعدادي ما عملناش اي حاجه. ومشينا ساكتين. وبعد ما مشينا مثلا بساعه ماشيين ساكتين لحد ما وصلنا عند البيت. بصينا لبعض كده وقلنا ايه ما يصحش برضه خبنا. هاتوا بقى شوفوا فين. قابلناه بعدها بفتره ولا اديت له الكاب. قلت له اتفضل الكاب وبتاع. اتفضل يا باشا. ده واضح انك اتثبت كتير في الاول. انا اتثبت هما المرتين دول. واحده بتاعه دوت الأز والثانيه بتاعه الكاب. حلو. بعدها على طول. بعدها في اسبوع او حاجه زي كده عرفت الحديث الشريف من مات دون ماله فهو شهيد. فقررت ان انا اي حد هيثبتني ممكن تبقى دي الشهاده ونخلص من القصه السافله بتاعتكم دي على خير ونهبق احنا. تمام. فقررت ان انا اي حد هيثبتني والله هموت مع انت ماله وعرضه وارضه وبتاع. قلت من ساعتها بقيت لما تثبت تبقى محاولات بائسه وابقى انا قادر احلها. يعني يلا حبيبي من هنا او عركه او بتاع وما بتوصلش للشهاده. بدليل ان انا قاعد معاك. بس انت خلاص نويت النيه من بعدها. طبعا. لا طيب كمل بقى لما عملت ايه في تجاره دود الأز. هم اللي عقلوني الشله دي. عقلوك بقى. دعموني جدا فكريا. اللي هو انت دود أز علي اللي علي انت بتحبش التمثيل؟ بحب التمثيل جدا طبعا. طب ليه مش داخل قوي يعني مش داخل بقلبك؟ السؤال ده سؤال صعب. سؤال الرخم ابن الرخم. انا في اسئله ما بعرفش هرد اقول ايه يعني. لما حد يقول لي انت ليه ما بتعملش حفله في المانيا يا جماعه وانا مكسل يعني ما جاتليش ما جاتش. وانا بصراحه بس ده كلام هيبقى جد شويه. انا شخص خايب جدا جدا في العلاقات في شغلي جدا. بشكل لا يعني ممكن مثلا مسلسل هجمه مرتده قعدنا نصور فيه 1.5 سنة. ماشي. او اكتر كمان. ده اللي جاي فيه كورونا وبتاع. انا خارج من المسلسل ده انا عارف الناس كلها واتعاملت مع الناس كلها والدنيا تمام وما عنديش مشاكل مع حد. وكشغل لا حافظ وجاهز ومذاكر والدنيا تمام. وعمري ما باخر تصوير ولا اي حاجه. كويس. وما بطلبش بريك. صباح الفل احنا جايين نشتغل مش جايين ما بتحبش الاكل يعني؟ لا بحب الاكل جدا وبطبخ وكل ماشي. حاجه بس على ذمه الشغل ماليش في الاكل قوي. ماشي. انا خارج بقى معايا كام رقم تليفون من التصوير من الهلومه بكل اللوكيشنز بكل الحاجات دي. واحد بس عمرو موسى. والله بس ليه بقى؟ ما بعرفش اعمل علاقات خالص في الشغل. و بنزعج شويه من فكره عدم وضع المعايير الانسانيه كمعيار اساسي في التعامل بيننا وبين بعض.
يعني انا ممكن ابقى قاعد مع ابراهيم دلوقتي، انا ابراهيم بحبك جدا ماشي. ده مش مثال، ده انا بتكلم بجد، وانا كمان بحبك جدا وفخور بيك جدا كواحد من جيلنا اللي هو زي ما قلت لك قبل ما نصور، في كام فرود كده لو مسك الكرة انت بتتبسط، ولو طلع بيها انت بتتبسط، لكن قعدت اتمرن على ده قبل ما اقوله لك. لا والله طبعا اللي هو انا عايز اقول لابراهيم انا شايفه ازاي، انا عايز اقول لابراهيم انا شايفه كذا كذا، خلاص هقولها له كده، لان انت لو زي ما انا زي ما انا قلت لك تحت التصوير ان انت معلم الشغلانه يعني. بس انا قلتها لك من غير ما انا هقعد يعني مش هقعد اذاكر، لان انا شايفك في الحته دي. يعني انت متشاف في الحته دي. الله يخليك، الله يخليك. في اسطوات في كل شغلانه، الحمد لله انت اسطى في الحته دي ما شاء الله، الله اكبر يعني. بس انا بس ما خدتش مني مجهود. اقول لك ليه بقى، انا ده بالنسبه لي كان اسهل معاك. يعني انا ممكن اتمرن على ده وما اقولوش مع حد ماشي، بس انا عشان متابع ابراهيم كويس جدا، انا كتير جدا وانا بطبخ بشغل اللي انت بتقوله رغم ان انا مش عارف مين بيلعب فين. والله اقسم بالله في الكوره مش في البودكاست، في الكوره وفي البودكاست طبعا. بحب البودكاست وانا بيج فان للمشروع بتاعك وليك. فممكن تبقى بتتكلم عن ان في حاجه بين سيراميكا كليوباترا والاهلي، والله ما اعرف مين بيلعب في الاهلي. والله ما اعرف اصلا من مالكش في ماليش في الكوره بقى لي فتره طويله جدا، من 2012 مثلا او حاجه زي كده. ما بقول لك ميسي اتفاجئت انه ساب برشلونه من شهرين. انا بعيد قوي وعايز احكي لك حوار بخصوص قفشه حصل معايا في مره. فبس انا عشان متابع ابراهيم، وابراهيم واصلني جدا وياما قدم لي ونس وانا بطبخ او وانا قاعد بنظف او كده، انا مهتم باللي بيقوله وبيلفت انتباهي ايه اللي داير او كده، وانا مصدقه وحاسس ان هو سالك. فانا عارف ان انا لما اقول له كده مش هيقول اوكي طب ده علي بيقول كده عشان حاجه، وده بيحصل كتير للاسف. فهمت. انا كذا مره حد يقول لي على ميعاد مثلا كاستنج او اوديشن او حاجه زي كده، ميعادنا الساعه 8، انا جيت 8 الا تلت، 8 ونص لو مشيت انا مش غلطان صح. وما ينفعش تقول لي ما العيال دي قاعده من الساعه 2 الظهر. لا طيب العيال دي هتنجح على فكره وبتشتغل دلوقتي تمام، انا عارفهم بالاسم وما شاء الله ربنا يكرمهم وكل حاجه، بس اظن ان انا سكتي اروق، مش مكلفاني حاجه تزعلني وتحسسني بالتقصير في ابويا وامي تعبوا عشان يزرعوه فيا. برافو عليك. مش عايز ان وانا ربنا كرمني، انا في جميع الاحوال ربنا كرمني. ايوه بس انت برضو افترضت فرضيه صغيره انه ده ما قدركش، بس في مليار واحد تاني هقدرك. حلو يعني ما احنا برضو ما احنا بنتحط في مواقف ستيل لحد اللحظه ديت، بنتعامل مع بني ادمين ما بيدولكش التقدير المناسب. ده مش معناه انه كل الناس كده، بس انت بتقول ايه، بوسه وحضن مش هنشوف بعض تاني. انا بعمل ده جدا، هنشوف ناس تانية افضل. بعمل ده جدا بس في اوقات مثلا، وده للاسف حظي عاثر فيها قوي. دي اول مره اقولها الحكايه دي. انا ببانك جدا في الزحمه. انا جدا لدرجه ان انا احيانا حواسي بتعطل. يعني لو الدنيا زحمه، عشان كده بعد الحفله لازم اخد 20 او 25 دقيقه كده، وبعدين اطلع اسلم على الناس ونتصور وكده. لو انا في زحمه انا ممكن سمعي يضعف جدا ونظري يضعف جدا، وببدا يعني مصطفى وانطون الله يبارك لهم، دول اصدقائي والتيم بتاعي، هم عارفين الحكايه دي فيا. فبمجرد ما نبقى نازلين رايحين مكان، فجاه تلاقي خدوا التليفون، خدوا الولاعه، خدوا التبغ، يعني خدوا المفاتيح بتاعت العربيه، عشان عارفين ان انا الحاجات دي هتقع من ايدي دلوقتي ومش هاخد بالي. ببانك جدا للاسف. كل اللي حبيتهم او اللي بحبهم من هذا الوسط بقابلهم في زحمه، فببقى مش عارف اتكلم، وببقى اللي هو وهو متزاول اصلا وناس بتتصور ومش عارف ايه، فانا بشاور من بعيد اللي هو عارف ان انا النقطه ديت فيا تيبيكال تيبيكال والناس مش الناس حواليا ما بتحسش ان انا في الحاله دي. الناس بتحس وفيهم ناس بيبقوا اصحابنا انا ما بشوفهمش فعلا. يعني فعلا ما بشوفهمش. فتلاقي باعت مع حد صاحبنا انا زعلان من ابراهيم، انا شفته في الحته الفلانيه وكنا كلنا وقابلني انا مش انت مش مترجم، انت مش مسيفها اصلا. لا انا مش مسيفها، انا ما شفتهاش. لا انا لما وكمان لو حصلت لمه عليا انا بتوتر جدا. طبعا بتوتر طبعًا. جدا ببقى مش عايز ازعل حد، ببقى ما بعرفش انا لحد النهارده ما بعرفش اتصرف. اوكي. لو الناس اتزحمت وانا اقول شفتك فين قبل بتربو خالص بقى. فكل حاجه الكشافات بتنزل ما بفهمش ايه اللي بيدور حواليا. ايوه بتبطل كده وتلاقيني انت قلت تعبير عبقري ما اعرفش جبته منين، الحواس كلها بتضعف. ما بتسمعش كويس، ما بتشوفش كويس، بس ما اعرفش دي حاله محتاجه تدرس بقى مرضى ولا ايه، ولا محتاجين نتعالج ولا ايه. انت عارف مين الوحيد اللي اكتشف ده فيا او شافه
واتعامل معاه بكل ود وبشكل انا ممتن ليه جدا. الوحيد في الوسط الفني اللي فاهم ان انا بترب وبتجنب التعامل وكده كريم فهمي والله فاهمها فيا جدا. وبيقعد يقول لي اهدى الدنيا تمام. نبقى مثلا نتقابل في مكان او حاجه، وطبعا هو يعني كريم اكتر واحد كان بيعمل لي سبورت. ابقى صاحي من النوم الاقي حد بيكلمني يقول لي كريم فهمي كاتب عنك حاجه على فيسبوك، فادخل الاقي كاتب علي قنديل ده ممثل عبقري يا جماعه، وانا بقالي مثلا شهور ما قابلتش كريم ولا اتصلنا ببعض ولا اي حاجه. لا كريم وفهمي الاثنين، كريم فهمي واحمد فهمي الاثنين احمد فهمي قابلته في نويبع بس ما ده في العسلولة. هو بقى فهمي احمد ممكن يشوفك وما ياخدش باله ان هو شافك وسلم عليك، وممكن تلاقيه بعت لك رساله ليك انت على تليفونك انت لعلي انت بس هو مش واخد باله انه بعت لك انت اصلا. بيعملها معاك كتير قوي. اقسم بالله هريني. والله الساعه 3 انا حكيتها كتير. ايوه شفتها. بيروقني يبعت لي في توقيتات غير التوقيتات. ففهمي بقى عادي، فهمي ده اسهل بني ادم بتعامل معاه. لان هو اصلا في زحمه في غير زحمه هيسلم عليك هو ما شافكش. فتمام. انت وهو على نفس الايه، نفس الويفه دي، على نفس التردد على نفس التردد. نرجع طيب للموضوع بقى بتاعنا. انا كنت بسالك على التمثيل. والله انت حبه، بس هي الفكره من مساله العلاقات فقط لا غير. انا احبه وبذاكره كتير جدا وبعدين ما بعرفش ايه اللي مطلوب يتعمل. وعندي مشكله ضخمه جدا ان لما حد يكلمني يقول لي تعالى مثلا في فيلم او في مسلسل او في حاجه عايزين نجرب مع بعض نقرا يعني. طب حلو جدا، يلا جدا. دايما الحاجه بتتبعت لك 12 بالليل، الاوديشن تاني يوم الساعه 2 او 4 العصر. طيب مين اللي بيعمل الاوديشن؟ لا المخرج ولا مساعد المخرج ولا المخرج المنفذ، في كاستنج دايركتور. تمام. طب عرفني ايه المطلوب او الشخص ده ايه الحكايه، لان في الاخر انت بتبعت الفيديو ده للمخرج، فالمخرج يقول لك لا مش ده اللي انا عايزه خالص، انا عايز حاجه تانية. ايوه. طب انا ما خدتش الفرصه الحقيقيه او الكامله او المعقوله ان انا افهم ان انت عايز من الشخصيه دي توضح حاجه او تقول حاجه. انا كده كده مش هحكم على الشخصيه دي بس انا عايز عشان اتعاطف معاها واتفهمها ابقى فاهمها اصلا، عشان اعمل لها تاريخ، اعمل لها تفصيله يعني. اي حاجه بس اي حاجه اعرف اقراها. أيوة. ابقى عارف الغرض. ما هو بص انا دايما بقول لاي مخرج اشتغل معاه، اقول له استاذ بعد اذن حضرتك انا محتاج من وقتك 40 ثانيه اتفضل. اقول له انت دلوقتي بتعمل مكنه، بتعمل موتور. انا عايز اكون الترس الاكثر سلاسه في الحكايه دي. انا مطلوب مني ايه؟ انا كده هبقى جاهز وهبقى حافظ وهبقى مستعد وكل الامور دي والالتزام. اكتر حاجه بتضايقهم موضوع المواعيد والحفظ. لا الراجل بتاع مسرح، الراجل بتاع مسرح، وده بالنسبه لي ما فيهوش هزار يعني. بشكل بيضايق غير الملتزم. ماشي. فتلاقي ناس كتير جدا بتتضايق منه، لا يا عم ايش تعالى ما جاتش من 6 ل 6 ونص، ايه المشكله؟ لا هوي ده فيها 60 موفنج هيد ممكن يتعمل. ايوه. فاقول له انا عايز ابقى ده الشخص ده الترس الثالث ده. ايه المطلوب؟ 1 2 3 تمام جدا. عشان كده ما بعطلش المخرج ابدا عليا. كويس. لان هو هيعطل على 30,000 حاجه تانية. ما بشتكيش من ان يا جماعه احنا في الكرفان بقالنا 4 ساعات. طب كويس ان احنا في الكرفان. يعني عادل امام ويسرا زمان على ايامنا كان ممكن وانت قاعد في البيت تلاقي يسرا بتخبط عليك، ممكن اغير عندكم عشان بصور في الشارع. ده كان شغف، ده كان موضوع تاني. فانا في حاجه انا مش فاهمها بتخليني في الوسط الفني فيما يتعلق بالتمثيل والكلام ده مش مطلوب. وكان بيتقال لي كتير جدا مش انت رافض تمثل ومبسوط في الستاند اب؟ يا جماعه لا، انا اصلا مش عايز اشتغل كوميدي. وحتى الحاجات اللي بتتعرض عليها لما تبقى كوميدي انا ما بكونش متحمس قوي، لان انا عندي حاجات تانية انا عارف ان هي كوميدي واكله حاليا. نعم، عندي حاجات الكوميدي اللي انا بشتغل عليها ستاند اب كوميدي، فتمام انا عايز اعمل حاجه تانية مختلفه بقى. هو ده اصلا اللي انا عايز اعمله. انا من الاساس مش الكوميدي هو الاتجاه بتاعي. لا انا الاتجاه بتاعي اللي انا لحد النهارده بقرا فيه وذاكر فيه ومتحمس له ومستعد له جدا، هو مش كوميدي خالص، هو فلسفي جدا ونفسي جدا وعصبي جدا وذهني جدا. حلو ده. طبعا. فعشان كده انا ان شاء الله الفتره دي بالتوازي مع المسرح اللي بعمله في البيت، انا بحضر تاني لفرقتي دلوقتي. كنت عملت فرقه من زمان وكنا بنحاول نلف في مصر بس ما كانش معانا انتاج. عملنا في القاهره في المعادي، وعملنا في كفر الشيخ، وعملنا في طنطا، وكنا هنتحرك اكتر من كده بس في حاجه حصلت مش فاكر كانت ايه، باين كانت الثوره او حاجه فعطلنا شويه. انا دلوقتي بحضر لده تاني. الوقت اللي الناس بتقولك فيه ما فيش مسرح، تاكد ان ده الوقت الاكثر خصوبه للمسرح والله. طيب دايما كل المدارس المسرحيه المهمه مع بريخت ده ما كان وقت الحرب العالميه. دايما الوقت اللي هو ما فيهوش عروض مسرحيه ده انسب وقت ان انت تقدم مسرح وتبتكر ان هو مسرح جديد. الناس تيجي والناس بتبقى محتاجه طبعًا. وقت الازمات. وانا دلوقتي شغال على ده بان انا بعمل كويس. مسرح فقير جدا بس كبادجت يعني. هم كرسيين خشب واثنين ممثلين ديو دراما ومزيج ما بين الديو دراما والستاند اب كوميدي. العرض بيقف في اوقات وبنطلع كستاند اب كوميديانز نكلم الناس على اللي بيحصل ونرجع تاني للحدوته وكده. جربناها قبل كده، كان اسمها مصر 2 راكب. حلو. وكانت
الحمد لله ربنا كرمنا فيها بنجاح مدهش جدا. حلو. ان شاء الله قريب تتعمل على اول السنه باذن الله. فده اللي بنحاول دلوقتي نعمله، وساعتها هيبقى سهل ان انا اقول لك استاذ ابراهيم يا منتج، او استاذ ابراهيم يا مخرج، ممكن تحضر العرض ده، انا حابب الصياغه دي. حلو. ان انت تيجي تشوف اماره، تيجي تشوف حاجه تقول لك ان في ممثلين شاطرين. مش تحب الاكل جدا جدا؟ اكيل طبعا. ولا بتعرف تطبخ؟ الاثنين. ما انت عازب. اعزب. وانا هقعد كل ده في الشمس؟ ما لا، هو اكيد مش هتقعد عايش طول الوقت تطلب اكل من بره. دي اكتر حاجه مضايقاني، ان انا ببقى مشغول في فترات ما عنديش وقت اطبخ، فبطلب من بره. حلو. ده بيبقى مضايقني، لكن انا بطبخ طواجن. خد مني طواجن بقى. احكيلي. مرعبه. دي الفقره يعني الاهم بالنسبه لي. خليني اكلمك عن طبق الفول بتاعي، ابسط حاجه في الدنيا. يلا. تمام. احنا طبق الفول بتاعي ابتدينا من الصبح كده. الايه؟ ابتدينا من الصبح. من الصبح. ماشي. طبق الفول بتاعك. اول حاجه فيه الليفت طبعا. طب مبدئيا الليفت الاخضر. انت برنس. الليفت ده حاجه عظيمه جدا، مش كل الناس تاخد بالها منه. لا، الليفت والفجل، مش الجرجير كمان. الجرجير طبعا ده بالنسبه لي اهم حاجه في الدنيا. يا سلام. الليفت والفجل والمغسولين كويس، اللي خدوا خلوهم ل10 دقايق وملحوهم، وبعدين اتصفوا كويس واتحطوا على ورق دشت كده على البار كده لحد ما يتشافوا تمام، وبعدين يتقلبوا على ورقه تانية جافه. ده الفول ده سنه الزبده اللي قد معلقه الشاي مع زيت حار. وزعتر وكمون. ولمس كزبره قد كده. لا ده انت مجرم. مع الليمون. الليمون بقى اللي هو ايه، تعصر الليمونه في حته تانية. يعني شفت الليمونه لما بنعمل ليمونات زي زمان؟ تمام. بتعصر الليمونه وبعدين بالسكينه كده تنزل كل الشعيرات الليمونيه دي في الفول، مش العصير. ايوه نفسه. مش العصره الليمون. لا. عايز تحط سنه توم ماشي، بس في الاخر. ما تتشوحش، ما تمررش. ليه؟ عشان تمرر. صح، عشان تمرر طبعا. ده طبق الفول بتاعه، وفي الاخر سنتين البقدونس عليه من فوق كده اسال سؤال بقى، القولون بيعمل ايه في الموضوع؟ لا مالوش علاقه. لا تاثر باي شيء، اصل بياخد وقت في الهضم وفي البتاع وكده. عشان كده انا دايما بقول الفول يا جماعه ما تتعشاش بيه. الفول ده بيتاكل الصبح وتحرق. هو الفلاح اللي كان زمان يصحى الصبح بعد صلاه الفجر يروح ينتع في الغيط. أيوة. وبعدين ياكل. ما دي الفطره بتاعتنا كبشر. ان انت تطلع تصطاد وتاكل. مش تصحى تاكل. تصحى تاكل دي طبعا قولون. يعني فكره ان انت تاكل عيش على الريق دي اكتر حاجه. مش في العيش عموما يعني. العيش انا بحاول ابطله فترات وفترات. لا الحمد لله ربنا كرمني في السكر ما انا قهوتي والشاي وكل حاجه بدون سكر. الامور طيبه جدا في الحته دي. حلو. ده مثلا ده طبق الفول. ده طبق الفول. كده احنا فطرنا. يلا بينا نفرك الاول. ده اهم حاجه. ما هو برضو الاكل. الاكل ده هو منظومه على معادله على بعضها. يلا مش كلنا وقعدنا. تمام. لكن مثلا في فلسفه في الموضوع. لازم تتحرك طبعا. لازم تتحرك علشان ما يبقاش عندك ازمه. يعني ما انت الاكل ده انت حاطط بنزين. ماشي. هتحط بنزين تاني ما التانك لازم. محتاجين نمشي بقى، نتحرك، نعمل اي حاجه، ننظف حاجه، ننزل نتحرك، ننزل الجيم، نعمل اي حاجه. ماشي. تعالى مثلا عايز تتغدى ايه النهارده؟ قول لي حاجه تتغدى. لا انت هتتغدى ايه؟ انا مثلا نفسي هفاني جدا دلوقتي ان انا اعمل مدفونه سمك. مدفونه سمك؟ احكي. هنجيب سمكه قاروص محترمه كده بتلمع، عينيها بتلمع وحلوه. ننضفها كويس. عينيها بتلمع دي معناه انها طازه. طازه طبعا. وتبقى دايما وانت بتمسك السمكه حاسس ان هي هتزفلط منك. ده معناه ان لسه محتفظه بيود، ولسه محتفظه بالعناصر اللي فيها. مش بتتمسك كده تلاقيها مسكت في ايدك زي الجلافز. اوكي تمام. اتفتحت اتنضفت، عودين كرفس محترمين صغيرين جدا. حلو. انت اللي بتعملها في البيت؟ بتعملها في البيت؟ ايوه عادي. لا اللي انا بقوله ده مش جراحه خالص. انا بالنسبه لي جراحه. لا نضفنا سمك في البيت دي جراحه. لا ليه انا بنضف فسيخ عادي. لو عايز انضف لك في منت دلوقتي مش هتحس. خرج الفسيخ بره موضوعنا. أوكي. عشان انا بيقفل لي حياتي. لا والله اقسم بالله. انا اكل رنجه لحد يوم القيامه. اوكي. عبيني رنجه. يعني افتح بقي وحشيني رنجه كده. انا تمام. وما تشممنيش ريحه. طب اقول لك على حاجه، انا ما اشتريش رنجه ابدا من فسخاني. طب انت ما جربتش فسيخ بالفانيليا؟ عارف الفانيليا طعمها مش باين يا اخي بقى. يا اخي طيب انت الفسيخ عندك مشكله مع ريحته ومع طعمه؟ طبعا حاجه صعبه قوي. اوكي. انا عمتي كانت بتعمل الفسيخ ده، بتحط معاه فانيليا. انت بتاكل الفسيخ ومفيش ريحه في ايدك حتى. انا اول مره اسمع فسيخ بالفانيليا. هو بيشتغلني؟ لا والله بتكلم بجد. بيتعمل بالفانيليا ويتعمل في. انت بتشتغلني صح؟ لا والله لا. بيتعمل بالله. اقسم بالله وحياه امي. وبيتعمل في خشب مش في بلاستيك. الفسيخ اللي بيتعمل في الخشب ده في بلاستيك ده كارثه. يا عم الناس هتقعد تتريق عليا يا عم. والله بتكلم بجد. لا الفانيليا مش محطوطه بالشكل اللي هو تدي مذاق يعني في الحكايه. لا فسيخ بالفانيليا. الفسيخ ده الفانيليا وسيله تخلي ريحته محتمله
ومفيش اثر الريحه المفزعه دي. انا عمري ما اكلت فسيخ عند عمتي وطلعت ايدي فيها ريحه او بقي فيه ريحه من الفسيخ، كانك واكل سمك مملح زي ما الفراعنه كانت بتعمله عادي. ماشي. بس معمول في خشب طبعا ومفيش بلاستيك خالص في الحكايه. اشمعنى مفيش بلاستيك ليه؟ البلاستيك طبعا بيساهم، بيزفر. لا بيساهم في عمليات كيميائيه تانية مختلفه خالص. ما ده اللي بيعمل مشاكل وبيعمل تسمم وبيعمل القصص دي. هو احنا عرفنا التسمم في الفسيخ ده غير لما بدانا نستخدم البلاستيك في تمليح، في تفسيخ تمليح الفسيخ. نرجع للسمكه. فجبنا السمكه القاروص اللي عينيها بتلمع، اللي بتلظ وتبظ من كل حته، فتحناها نضفناها حطينا كرفس ايوه، وحط وروزماري طبعا. ماشي. ده روزماري اهم كمان من الكرفس. انت الكرفس مش مهم بس الروزماري اهم حاجه. حطينا جوز ماري، وحط اي خضار اي فلفل الوان اي طماطم اي بصل. بس انا ما بحبش، انا بحب السمكه يفضل طعمها قدر الامكان فيها بحري. ماشي تمام. وعلى جنب كده دورق كبير شويه كده في شويه ملح خشن وزيه في شويه ملح ناعم. ونجيب بياض بالطين، مش بيضه كامله صفرها. ماشي. ويتخلط مع الملح الخشن ده. حلو. وغلف يا معلم طبقه وطبقه. وحطها في الفرن 35 دقيقه 30 دقيقه على حسب السمكه وحجمها. لا بس ده موضوع ده انت هتطلع من الفرن تديها خبطه كده، الملح ده هينشف هيتصلب. افتح مش هتلاقي ملحها مظبوط جدا زي ما ربنا خلقها يا ابن اللعيبه. وانت في حته استاذ اشرف الدلوقتي كان نتكلم عنها في مره برضو. والله انا اول مره اسمع ياسمين. هي مدهشه بالنسبه لي. سمعت القصه دي ياسمين؟ مدفونه سمك مدفونه سمك، اقسم بالله. هي ست الستات عمرها ما ده عمرها اصلا ما. انت عمرك عملتي اصلا سمك في بيتكم اهي؟ لا ازاي؟ طب اقول لك على حاجه بقى بصراحه في الاكله دي. هي مدهشه ليه؟ انت دلوقتي بالنسبه لك منبهر يعني. أيوه. انت لما تعرفها هتلاقيها سهله جدا. بس لما يكون عندك شويه عزاب او متجوزين في البيت ويقول لك عامل كده، اقول لك اوب ده شيف، ده جامد. ولا شيف ولا نيل. ده طك تك واقلب وبتاع، وجنبهم شويه الرز وكل سنه وانت طيب. طبعا. والطواجن السهله جدا. الطواجن السهله انت بتقطع ترص وتحط ملح وفلفل بس. يعني اشرح لي انت بتعمل ايه اسهل طاجن بالنسبه لك، لان واضح ان الحياه بالنسبه لك سهله. يعني انت الحياه سهله. هي الحياه سهله. انا بالنسبه لي انا شامم ريحه صعوبه في الموضوع. لا خالص. طب يلا سهلها علينا. مش اللي فاهم الحكايه سهله بالنسبه له بتفهم ده من حد. ماشي. ما احنا كبشر بنسلم بعض الاسرار والمعلومات. حلو الكلام. ليه الطاجن بتاع ستي وستك دايما حلو ومفيش زيه في اي مطعم في الدنيا؟ نفس يا بيه كان زمان في بركه. غير البركه والنفس والكلام ده مفيش توابل كتير ولا بابريكا بقى ولا بتاع ولا الكلام ده حقيقي. هو شويه الملح وشويه الفلفل اللي لسه مطحون دلوقتي. اللي لسه مضروب في الهون دلوقتي. ايوه تمام. اللي هو لسه بكر لسه حي. ايوه. تعالى يا باشا حط ده في الطاجن بتاعك، بطاطس بالفراخ سجق بالبتاع ايا كان، وادلق في الفرن وانتهينا. فعشان كده يقول لك الله ده شبه بتاع جدتي الله يرحمها. اقول له ما هو معمول بطريقه جدتك الله يرحمها. مش معمول بقى. ما انا ممكن احط لك كركم وجنزبيل ونمر. اكتر حاجه بسطاني ايه اليومين دول ايه؟ ان انتهت اسخف موضه طلعت في الاكل في مصر. ايه بي؟ الا وهي موضه الجبنه في اي حاجه. ده بالنسبه لي شيء مميت. وتشوف الناس عماله تعمل ريفيوهات والجبنه تلاقيها سايحه من فوق. اي حاجه هتحط فيها جبنه تحط فيها اللي هو اللي احنا عشنا فيه، تفاصيل الصغنونه دي. لكن فكره تقوم حاطط لي الجبنه بتطلع من قلب الجبنه. يا جماعه الجبنه طعمها في الاكل بتخفي طعم الاكل. طبعا يعني بتضيع طعم وحلاوه الطاجن، بتضيع طعم وحلاوه الحاجات اللي معاه. احنا طبعا احنا جيل ما تربناش على الحاجات دي. احنا لحقنا اخر شويه من بتوع الناس اللي اكبر مننا. فبالنسبه لك فكره ان انت تروح في كل الاماكن هو ده دلوقتي اللي انا مبسوط ان الموضه دي انتهت الحمد لله. بس انت فكرتني بحاجه انا عملتها فضيحه. يلا. رحت لندن 4-5 ايام. عايز افطر الصبح. الفطار فاتني. كنا لسه واصلين من المطار وقصه وبتاع. الفطار فاتني فنزلت ادعبس كده وانا الانجليزي بتاعي بيحجل يعني بيزحف كذا الشبشب. ماشي. اللي هو ايه، انا عندي رميه برميها في الاول كده سوري I am not good enough in English but I am doing my best so sorry in advance. دي عارفها من الايميلات بس. اللي جاي بقى كله طرطشه انت وذكائك. انا مش دعوه، انا خليت مسؤوليتي افهم انت لوحدك بقى. فرحت لقيت ميدان صغير كده شبه الميادين بتاعه المعادي كده. ماشي. وفي راجل محتل الميدان عامل عربيه فيها تلج وسندوتشات وبتاع، ولقيت عنده حاجه شبه القرص كده. ماشي. فقلت له هلو بتاع باشا اي ونت تو ايت. انا بتكلم بقى من صوت الويندوز. ماشي. اللي هو انا ازمتي في ان انا جعان. ماشي. هلو بتاع. قلت له وات از ذس؟ قال لي ده مش عارف ميت وبتاع. قلت له لا بلا ميت بلا بتاع. دي المهم اخترت واحد كده كان فيه جبنه وحاجه مش فاكر ايه، وزعتر اظن او سمسم حاجه زي كده. قلت له معجنات
معجنه بتاع شبه الكايزر كده، وما زي البرجر، زي الهمبرجر الساندوتش كده، فيها جبنه وحاجه مش فاكر كانت ايه، بس حاجه عاديه يعني. وقلت له اوكي بليز اكسترا تشيز. الراجل رياكشنه اكسترا تشيز نو. ايه يا اسطى في، انا قلت ايه بقى، انا قلت حاجه على الملكه ولا عملت ايه؟ اكسترا، انا برضو شاكك في الانجليزي بتاعي. فبقول له اكسترا تشيز يعني انذر سلايد او سلايز من اوف ذا تشيز، ذس تشيز رايت؟ قال لي يس. قلت له اوكي اكسترا. قال لي نو 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 يور هيلث، صحتك. ايوه. فانا بصيت له نظره فيها بقى فلاش باك لورا بنافوره الجبنه يا باشا، ده احنا بنستحمى بالجبنه في مصر. قال لي نو 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 يور هارت يور ستومك اند. قلت له قال حاجه فيها شين كده، ان شاء الله ما يكونش شتم يعني. فانا بكل هدوء، هو راجل كبير في السن، عارف لو حاج بركه قاعد انت مال امك يا حاج بقى؟ لا يا حاج اللي تشوفه وداريت السيجاره وبتاع حط لنا من غير اكسترا تشيز وكده. لي اوكي، واداني سندوتش مش حلال اصلا يعني، دي كانت قصه ثانيه. والله العظيم. والله العظيم انا اول ما اكلت البتاع حسيت بالبتاع في البتاع. I feel some meat in the sandwich. I told you I don't want any meat right. خلي بالك انا بتكلم بقى كاتبه جدا انجليزي. ايوه بس هو بقى في الموضوع هو هتحمر في زيت معمول في حاجه في بتاع. انا اكلت اول قطمه وحسيت ان انا بعمل حاجه حرام. احساس كده غريب، هو احساس ان انت محتاج تتخلص من خطاياك في نفس اللحظه، ترجع تعمل حاجه. لان هو رحت قلت له please I told you I don't want meat because I am Muslim and we eat حلال. قال لي حلال I know. قلت له okay you put some meat in the sandwich this is not right. قال لي اوكي مسلم يو كانت ايت ات. ايوه يا باشا ما جاتش في العارضه، دي كارثه عندي دلوقتي ده في ازمه دلوقتي عندي بقى. قلت له وات كايند اوف ميت اصلا بقى يعني، هو غير ان هو حلال ولا مش حلال، انا عايز اعرف برضو لان اللحمه غريبه عليا مش. قلت له بليز وات كايند اوف ميت ان ذس ساندويتش. فقال لي حاجه بس، قلت له بليز سلولي اند جيف ات تو مي دايركتلي وات از ذا ميت ان ذس ساندويتش. فقال لي بورك. الله يقرفه. قلت له اجين خلاص خلصت ما فيهاش اجين. You mean what؟ قال لي big. قلت له I'm not asking about the size. لا يا معلم big ده اللي هو الخنزير. I'm asking قلت له you mean this animal with this sound. انت طبعا قايل له الساوند ده ليه هو جايبها له من قلب العصافره. بديت له واحده قد كده. قلت له دي. قال لي نو I'm Muslim I can't. علي نفسك تعمل ايه ما عملتوش على مستوى المهنه؟ نفسي جدا ادير اول نادي كوميديا مصري. اول نادي كوميديا مصري يعني ايه؟ ما عندناش كوميدي كلاب في مصر. ما انا مش فاهم يعني، عشان كده بسالك يعني ايه كوميدي نادي كلاب؟ يعني مسرح مختص بالكوميديا بالعروض الكوميديه بانواعها. كوميدي كلاب ده اللي بيبقى فيه ستاند اب كوميديانز كتير وعروض مسرحيه كوميديه كتير حلو ده. في دول عربيه كتير جنبنا عندها 1 و2، واحنا مصر اللي خلقنا النكته ما عندناش كوميدي كلاب. ده زي هب كده بالظبط كده. هو ده المبنى اللي هو المسرح المسؤول عن تقديم مواهب كتير جدا واستقطاب مواهب كتير جدا واستحضار نجوم كتير جدا. يبقى في نادي للكوميديا اكون انا اللي بديره لمده 5 سنين واحوله في خلال الفتره دي لصرح عالمي. ان هو ازاي يبقى بادئ من ان هو بيستهدف الوطن العربي ويوصل لمرحله ان الناس تتمنى تقف على المسرح ده من كتر ما هم عارفين ان المكان ده بيجيد التعامل مع الفنانين، ده رقم 1، ومكان مربح جدا لنفسه وللارتست اللي بيشتغل فيه، ومنظم، وكمان بيطلع اجيال كتير جدا في وقت قصير جدا. يعني العيال مثلا اللي بتعمل عرض مسرحي مثلا في اداب ولا جامعه القاهره او جامعه عين شمس او كده، وممثلين مسرح عتاوله وخرج منهم نجوم كتير جدا على مدار تاريخهم الجامعتين دول مثلا، ما بيقعدوا طول السنه يشتغلوا عشان يعملوا عرض واحد ويجمعوا مع بعض بقى، اللي يجيب بياضات من هنا ومفارش من هنا ومش عارف ايه، ويعملوا ديكور وكده، يعرضوا العرض وانتهينا. طب ما تعمل لهم رويال رامبل، اعمل لهم مهرجان، اعمل لهم مهرجان موازي للمهرجان بتاع الجامعه. حلو. وهات كل الناس دي. على فكره كل ممثل لو جاب 5 ضيوف 5 متفرجين عملت مهرجان، صح، وهيكسبوا فلوس. بالذات لما يبدا يسمع ويبقى ليك رعاه ويبقى ليك سبونسرز هتقدر تصرف على الموضوع ده. مع وجود نجوم بتدعم هذا المكان يقدروا ينزلوا معاك بشكل مختلف ومربح ليهم برضو. انت بقى عندك نادي كوميديا مصري، مفيش نادي كوميديا في مصر. حلوه الفكره. نفسي جدا، ونفسي في مسرح الفردوس تحديدا في صلاح سالم ورا مسجد الشرطه. اكسسبل جدا ل 14 حي سكني. سهل جدا تركن عنده، امن جدا. يعني انت محدد المكان والوجهه كمان. طبعا. طبعا
علي انا انبسطت قوي بالحلقه الحلوه دي والله، وانا كمان جدا بجد والله. علي انا شفتك اصلا والله، وانا كمان والله علي. كل الاصدقاء اللي موجودين هنا، المكان جميل جدا والحلقه كانت رايقه. ربنا يخليك علي. ليه عارف المكان ليه جميل؟ ليه؟ عشان واحد صاحبي فنان قال لي الموضوع ده، عشان هو ابوه. الله يمسيه بالخير، والله كان طيب قوي. وقعد والله انت جميل علي، وعندك ثقافه على الاتساع يعني. الله يكرمك، دي حاجه عظيمه. فان انت قلت لي ان هو من ابوه، وانا ما كنتش عارف ان ابوه. لا اصلا عارفها من منى غزاله يعني. انا برضو مش شاطر يعني. منى غزاله مهندسه ديكور عظيمه جدا، هي اللي عملت لي المكتب بتاعي. فعرفت ان ده ابوه. انا كنت فاكره الخشب واخضر وخلاص. خشب في الجنينه. انت كده الديكور ده عمال اقول لك خشب في جنينه بس كده، مش ده خشب وابيض. والله انا لما قعدت اشرح لهم احنا بنغير السيت اب، فانا عايز اشرح لهم اللي انا عايزه. اوكي. والله هم كلهم طبعا فهيمه واساتذه يعني. فانا لو كنت قلت، لو انا اعرف ان ده هو ده، كنت قلت لهم بوهو، كان هم اتصرفوا. وانت بتاكل البيستاشيو بتاعك ده. شرفتنا ونورتنا علي والله. حلقه حلوه قوي يا علي والله بجد. وانت انسان جميل جدا. الله يكرمك. الله يخليك. والله بجد. انا من زمان قوي نفسي اجي لك يا ابراهيم، ونفسي اتعرف عليك. هذا شرف عظيم. اشكرك. شرفتنا ونورتنا والله. شكرا جزيلا. دي كانت حلقتنا النهارده، حلقه جامده جدا جدا مع النجم علي قنديل. نشوفكم ان شاء الله باذن الله في حلقه جديده من بودكاست فايق ورايق. سلام وبوسه.